اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج احنا الشعب. النهاردة الحكومة اصدرت قانون الحد، وافقت على مشروع قانون الحد الادنى للاجور. احنا يهمنا الاهم الحد الاقصى للاجور ان يتم تخفيضه، وهذا القانون على السيد الدكتور رئيس الوزراء اللي كان في عهد رئيس الوزراء عصام شرف وزيرا للمالية ونائب رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، كان قال احنا هنعمل حد اقصى للاجور. لحد النهارده احنا ما شفناش الحد الاقصى للاجور. لحد النهارده شايفين فيه تسويف وتعمد تسويف للحد الاقصى للاجور. والحد الادنى، الحد الاقصى لا يجوز ان يزيد اطلاقا عن 25,000 جنيه او 30,000 جنيه، وفي على مستوى القومي لا يجوز اننا نعمل في ذات الجهة. في ذات الجهة ده اهدار للمال العام واخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين واخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية. الطبيب اللي شغال في وزارة البترول ياخد نفس اجر الطبيب اللي شغال في وزارة الصحة. الطبيب اللي في وزارة الطيران، الطبيب اللي في وزارة الخارجية ياخد زي اللي موجود في وزارة الصحة. على الاقل اللي موجود في وزارة الصحة بيعاني الكثير ويتعرض للكثير من الامراض التي لا يتعرض لها الطبيب الموجود في وزارة البترول او وزارة الطيران او وزارة السياحة او اي ما يكون. يجب ان يتوحد الحد الادنى للاجور، الحد الادنى للاجور والحد الاقصى للاجور، علشان نخلص من موضوع الوسايط، وان انا جايب تقدير اروح وزارة الطيران، او مش جايب تقدير او ليا واسطة اروح الطيران او اروح البنك الفلاني، او المحاسب اللي في البنك دي زميله التاني راح مجلس مدينة او راح محافظة بياخد ربع مرتبه. مدير البنك نلاقي النهارده مدير البنك بياخد على الاقل مثلا 100,000 جنيه و200,000 جنيه، في حين ان زميله اللي شغال في مجلس المدينة او في المحافظة بياخد 3,000 جنيه. يعني ليه نعمل كده؟ يجب ان يتم توحيد الحد الادنى للاجور والحد الاقصى للاجور على المستوى القومي تحقيقا للعدالة الاجتماعية، علشان مفيش حد يحس بالظلم تجاه زميله. نلاقي الزميل اللي اشتغل في وزارة البترول او في وزارة الطيران ركب عربية واتجوز بسرعة واشترى شقة تمليك، في حين ان نفس دفعته اللي كان قاعد جنب منه في البنش في الكلية مش لاقي لسه يجيب لا شقة ولا عارف يخطب ولا عارف يتجوز ولا عارف يعمل اي حاجة خالص. ده الحد الاقصى والحد الادنى للاجور، ويجب عدم وجود اي استثناءات، وان يكون الحد الاقصى للاجور مجمل الدخل. ما نقولش المرتب ايه ونوصف المجمل الدخل اللي بياخده الموظف من بدل جلسات، بدل سفر، بدل حضور، اقول ايه، بدل انتماء، بدل طبيعة عمل، بدل عدوى، بدل ما حد تاني ياخدهم. كل ده يتاخد في وعاء واحد يقبض بيه الموظف من خلال رقم قومي ومن خلال الوحدة الحسابية التي يصرف منها. يعني ما ينفعش النهاردة المستشار اللي هو منتدب في وزارة الصحة هو مستشار وبيقبض من مجلس الدولة مجازا او من هيئة او من اي هيئة قضائية اخرى، ونلاقي بياخد مرتب او مكافأة او بدل حضور جلسات من وزارة الصحة او من وزارة الاسكان. لا، كل المبالغ التي يتحصل عليها هذا المستشار يصرفها من خلال وحدته الحسابية في وزارة العدل. ده اللي لازم يبقى موجود. لكن النهارده الاقي مهندس منتدب في 10 لجان وفي 10 قطاعات وفي 10 هيئات اقتصادية مختلفة، الكلام ده لا يجوز ولا يعقل اطلاقا. الحاجة التانية اللي عايز اتكلم فيها، يا ريت طالما الحكومة جادة في موضوع الحد الاقصى والحد الادنى، هو لسه لم يصدر القانون، لكن نتعشم ان يصدر هذا القانون في خلال 2 أو 3 اعتقد. المستشارين اللي طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياخدوا 20 مليار جنيه سنويا. مش المستشارين القضائيين يا جماعة، ده الاستشاريين اللي بيطلع على سن 60 ويتم استدعائه للعمل يجددوا له سنة بسنة.
هذا اهدار رهيب للمال العام. والله العظيم كل واحد، كل مستشار، كل واحد استشاري، 90% منهم، علشان ما يبقاش كذاب، 90% منهم لا يعمل اطلاقا. يقول لك يلا حسن الختام، احنا في اخر ايامنا، لا يمضي ولا بنشوفه ولا بيروح، وياخد 300,000 و400,000 و200,000. ال 20 مليار جنيه دولت ما نعين بيهم شباب، شاب ب 1200 جنيه او ب 1500 جنيه هنلاقي معين مليون شاب براحه. انما ان انا اصمم انه يتم اهدار المال العام مع هؤلاء المستشارين بادعاء كاذب ان هم ذوي خبره، عندهم خبره وعندهم كفاءه ولازم خبراتهم نستفيد بيها، هذا كذب، وهذا باب ملكي لاهدار المال العام ولسرقه ونهب المال العام. انه يفضل المستشار بيسبح بحمد وزيره او رئيسه عشان يجدد له، وما يعملش حاجه خالص، ولا يمضي ولا يروح، الا كله قاعد يطبل لرئيسه علشان يجدد له السنه الجايه. تيجي تقول له هات لي توقيع على او اعمل حاجه، يقول لك يا عم ده انا اخر السنه، ده فاضل لي شهرين واطلع، وهو في الشهرين دول قاعد يمسح جوخ لرئيسه المباشر علشان يجدد له السنه. دول 20 مليار جنيه. اذا كانت الحكومه جاده فعلا في الاصلاح، يجب فورا ان يصدر قانون حالا او قرار، هو مش قانون، يصدر قرار فورا، قرار بإلغاء كل التمديدات اللي موجودة فوق السن القانوني. اما بقولش 60 سنة سن قانوني، القضاة سنهم القانوني 70 سنة، اللي بعد ال70 سنة ده اللي يتم استبعاده. الناس اعضاء خريج الازهر اللي خدوا ثانويه ازهريه 4 سنين بيطلعوا على 65 سنة، ما بقولش يطلعوا على 60 سنة. كل يجب وقف التمديد فوق السن القانوني لذات الشخص في نفس المصلحة. يعني اللي بيخرج على 60 يخرج على 60، ما يتجددلوش، في غيره. نفتح الباب، نفتح آفاق للشباب للتعيين، علشان حتى هو يبدأ يدي خبرته، مش ما يفضل حاجب الخبرة بتاعته علشان يجددوا له غصب عنهم. لا، النهارده لازم كل واحد مستشار او استشاري حسبما يقولون يجب ان يعلم تماما انه بانقضاء مدته القانونيه في الوظيفه اللي هي 60 او 65 سنه يخرج الى المعاش. النهارده جالي خطاب من الدكتور خالد عبد الفتاح ابراهيم من طنطا. قعد مع واحد اخواني انشق عن جماعه الاخوان، فقال له ايه اللي بيحصل وايه اللي خططت له النهارده جماعه الاخوان. ويا ريت الدكتور خالد عبد الفتاح ابراهيم يكون سامعني دلوقتي ويعمل مداخله، وارجو ارجو ان يتم يعني ارجو كنترول ان هو يدخله بسرعه. الدكتور خالد عبد الفتاح ابراهيم انا ما رتبتش معاه، انا بلغوني بالجواب ده. يا ريت بيقول ان فيه الاخوان عملوا دلوقتي لجان شعبيه، مش اخوانيه طبعا، لجان شعبيه يدعوا ان هم اخوان، تقبض على الابرياء، يقبض عليه من اي مكان ويروح يسلمه وياخد كل متعلقاته، لا بطاقه ولا اي شيء، بالاكراه والبلطجه، يروح يسلمه للبوليس. البوليس بيقول له ده اخواني وكان في ماشي في المظاهره الفلانيه وبيعمل، يوم البوليس قبض عليه وعرضه على النيابه تديله 15 يوم ويودوه في اي مكان اخر. وده فعلا والله واحد جالي قابلني عند نقابه المحامين امبارح وقال لي انا قبض على اخويا 21 يوم وهو كان بريء ومظلوم. جماعه الاخوان بتعمل ايه بقى؟ يقبضوا على الواحد ويروح يتقبض عليه. طبعا البني ادم بيشعر ان هو مقهور، ان هو مظلوم، يبعتوا له محامين تاني من عنده الاخوان، ما بيقولوش طبعا ان احنا اخوان خالص، والمحامين دول تجيبوا المحاضر ويجيبوا يثبت ان هو ما فيش شهود، والمحامين كمان يجيبوا شهود ان الراجل ده كان في مكان تاني، وبعدين بعد 25 يوم بعد يجدد له مرتين او مره يخرج براءه. تاخد جماعه الاخوان هذه المحاضر وهذه التصريحات واقوال الام والاب والابناء والزوجات، يروحوا يسجلوا معاهم ويقولوا ابني خطف عليه، اتقبض عليه ظلم وهو فعلا مظلوم، لكن اللي ظلموا جماعه الاخوان المسلمين هم اللي قبضوا، بس ما قالوش ان احنا اخوان، سلموه للبوليس وهم ما يعرفوش والبوليس ما يعرفش ان هم اخوان، هم اللي مسلمينه.
وفي النهاية الراجل لا بيتواجد في مكان ضرب او حريق او مظاهرة، الراجل بيبقى مش موجود في هذا المكان، بيثبت من شهادة الشهود ان هو لم يكن في هذا المكان اللي هم الاخوان جابوه، وبعد كده النيابة تفرج عنه ويبان ان هو مظلوم وبريء، وتدعي جماعة الاخوان ان هو مع يعني بيحصل معها اللي بيحصل مع هؤلاء الابرياء، ويكون النظام وتدعي ان النظام كله يظلم الشعب المصري. يا ريت يعني النيابه والبوليس يبقى فيه سرعه في التحقيق في هذا في اللي بيقبض عليهم خاصه من المدنيين، ويا ريت كمان نحقق كمان او ناخد عناوين المدنيين اللي جابوهم، علشان لو كانوا مدسوسين من جماعه الاخوان المسلمين يتم القبض عليهم. لان الراجل اللي قال اول امبارح قدام نقابه المحامين ان هو قعد 21 يوم بيحلف ان هو ادوه سجن العقرب. طبعا سجن العقرب ده شديد الحراسه، يعني كانوا خايفين منه تماما ومتوقعين ان هو راجل اخوان. هرجع تاني هتكلم على برضه تنسيق الجامعات. يا ريت الدكتور حسام عيسى، الناس النهارده في بنات، انا جات لي بنت طالبه في كليه صيدله دخلت صيدله بورسعيد من المحله، وبتشتكي مر الشكوى ان والدها مش عايز يوديها بورسعيد، خايف عليها ويقول لها خش كليه تجاره او كليه علوم. يعني احنا كده بنضيع مستقبلهم. يا ريت البنات والبنين في هذه الظروف وفي هذه الحاله الاستثنائيه اللي في كليه طب بورسعيد يجي كليه طب طنطا اذا كان من طنطا، اذا كان يعني نوطن في المحافظات حفاظا على ارواح الناس، تامينا على في اعترافا بهذه الحاله الامنيه اللي احنا شايفينها ان هي غير مستقره، حفاظا على ارواح الناس، حفاظا على مصاريفهم واموالهم. الطالب او البنت اللي هتسافر تروح في بلد متغربه على محافظتين ثلاثه او على مسافه 120 130 كيلو، يا اما هتسافر يوميا رايح جاي هتموت مش هتعرف تذاكر، وممكن تعرض للقتل او للاختطاف في هذا الوقت العصيب، واما انها تسكن هناك وبرضه تبقى في خطوره. ونفس البنين نفس الوضع. نلتمس ونترجى الدكتور حسام عيسى ضروري يصدر قرار بالتوطين، طالما هي في كليه الطب هتاخد في كليه الطب، اللي في كليه هندسه يطلع من كليه هندسه. وانا قلت الحلقه اللي فاتت ان في ناس من المنصوره راحت المنيا، وناس من المنصوره راحت الوادي الجديد، وناس من بورسعيد راحت الوادي الجديد. طب ليه كل ده؟ علشان نص درجه انزل بالمجموع النص درجه ده وخلاص، ووفر الناس ووفر الاموال اللي بتصرف دي. اول امس كان الوزير التموين كان عامل حلقه تلفزيونيه، في الحقيقه انا استغربت منها قوي. يعني الحلقه التلفزيونيه كان بيقول ان الدعم 30 مليار جنيه دعم السلع الغذائيه وبطاقات التموين، وناس كتير عملت شكاوى ومداخلات وقالت ان احنا ما بناخدش الزيت الا نص كيلو، هو مفروض التموين كيلو ونص. بقالهم 3 شهور بياخدوا نص كيلو زيت وبياخدوا 2 كيلو رز مكسر، هم حتى بيقولوا لي حته، مش عارف يعني ايه حته، رز مكسر، و2 كيلو سكر. حتى السكر بقوا ياخدوه نص كيلو. الوزير قال كلمه حلوه قوي وانا عجباني، يعني قال ان احنا بندعم كل واحد تقريبا ب 30 جنيه في البطاقه التموينيه. طيب ما كل بطاقه تموينيه فيها 4 أو 5، اضرب في 30 جنيه يبقى كل عائله معاها بطاقه تموينيه تاخد 30 جنيه اخر الشهر على كل فرد. تروح من مكتب تمويني او من البوسطه تصرف بالبطاقه التموينيه، مقيد عندها 3 أفراد او 5 أفراد، نضرب في 30. ده هيريحنا في ايه؟ مش هنلاقي سرقه، مش هنلاقي الزيت اللي بيقولوا زيت المواتير القديم اللي بقى زيته زيت مواتير جديد، زيت المواتير مش هنلاقي السكر كله موجود. المواطن هياخد من المكان اللي هو عايزه ويشيل اللي هو عايزه. سعر الزيت في التموين 3 جنيه ونص، سعره في السوق ب 10 جنيه. السكر سعره في التموين جنيه ونص وفي الخارج بيتباع ب 5 جنيه. الرز ب 2 جنيه في التموين وبره بيتباع ب 3 جنيه. لا، بجنيه ونص الرز. انا حسبت الحصه التموينيه
حسب السعر السوق الخارجي، لقينا ان المواطن بيتوفر له بالظبط 2 جنيه في الرز، ولو خد حصته من الزيت يبقى 10 جنيه، لو خد حصته من السكر 2 كيلو سكر في جنيه ونص، هو بيتباع بره يعني بنوفر 3 جنيه ونص، يعني 7 جنيه. يعني المواطن الحكومة احنا بنوفر له 19 جنيه. الوزير قال لا ده احنا بندعمه ب 30 جنيه. بندعمه ب 30 جنيه. ليه بقى؟ لان انت بتبعت تجيب تستورد، وفي لجان بت، وفي صادرات، وفي فساد في الاستيراد، وفي فساد في التوزيع، وفي اهدار مال العام، وفي تخزين، وفي اهدار في النقل، كل حاجة. طب يا سيادة الوزير وفقا للبطاقات التموينية ووقف لنا مناقصات الاستيراد والنقل وكل الموبقات، ونعلن في الجورنال ونجيب مستشار من مجلس الدولة ونعمل لجان بت، وده مقاولين وموردين نقل وموردين توريدات. طب ما تريحنا وتريح نفسك وتدي للمواطن زي ما انت قلت 30 جنيه في الشهر من البطاقة التموينية بتاعته. واعتقد ان الشعب كله، ولو عملنا النهارده استفتاء على الهوا ان تاخد الحصة عينية ولا لا، الناس كلها كلمتني وقالت احنا عايزين الحصة عينية، ومش عايزينها مالية ومش عايزينها عينية. كده يبقى الدولة وفرت 11 جنيه لكل فرد اللي هي بتدفعهم في فساد المناقصات وفساد النقل وفساد التخزين وفساد انتهاء مدة الصلاحية وفساد الذمم والضمائر. يا ريت انتوا تعرفوا الكلام اللي قاله الوزير كلام خطير قوي لما يقول ان احنا بندعم ب 30 مليار جنيه سلع غذائية وخبز. طيب انا كلمت راجل رئيس الحاج علاء الشبيني رئيس شعبة المخابز في الغربية، قلت له الرغيف يتباع بكام؟ لو انت اشتريت الحصة من الخارج مالكش تموين، مالكش حصة تموين، والمواطن وخدت كل حاجة تكلفة التصنيع بالسعر العادل، تكسب في الرغيف قد ايه؟ ازاي؟ قال لي الرغيف ال 80 جرام يتباع ب 20 جنيه وانا ابقى ب 20 قرش، يبقى انا كسبان كويس. في مخابز على فكره عندنا بتبيع ب 10 قروش، بس بياخدوا مدعم برضه ب 45 جنيه الشكاره. لكن الشكاره اللي ثمنها 145 جنيه وفي شكاره ثانيه 285 كيلو، ده نوفر اللي احنا نعمله، نوفر هذه المبالغ كلها بان انا ادي رغيف وحاسب المواطن على رغيف ب 20 قرش. هو بيدفع 5 قروش يبقى هيوفر له 15 قرش. 15 قرش نعتمد له او يتم تخصيص 5 ترغيفة يوميا، يبقى المواطن بنديله 75 قرش. في 70 مليون المستفيدين من الدعم 75 قرش، يبقى احنا بنتكلم في 10 مليار جنيه كله اللي مطلوب مننا. يبقى انا هدفع للمواطن 10 مليار جنيه حصة نقدية في الخبز، و13 مليار 15 مليار جنيه في التموين، يبقى انا بتكلم في 23 مليار جنيه. ووفر بقى وزارة التموين دي كلها، ووفر المخابز والمراقبة والبوليس اللي رايح يراقب، والناس اللي بتبيع العيش لعلف البهايم او المواشي، انا اسف، علف المواشي، والناس اللي بتشتري العيش تبيعه تطحنه عشان تعمل بيه طعمية ولا تعمل بيه اي حاجة. كل ده هنوفره وهنريح وزارة التموين وهنريح المواطن وهنريح كل الناس. وعلى فكرة يا جماعة اقسموا 30 مليار جنيه على 60 مليون مصري. 30 مليار ما هم اللي بيستفيدوا من الدعم اللي المفروض يستحقوا الدعم، 60 مليون مصري اللي في البطاقة التموينية والناس اللي هي المعدمة والناس الموظفين 60 مليون. اقسموا 30 مليار على 60 مليون هتلاقي كل واحد يخص 500 جنيه شهريا. يعني انا اقفل وزارة التموين دي خالص، واوفر موظفينها، واوفر اداريينها، واوفر الموضوع ده بالكامل،
ودي لكل مواطن 500 جنيه شهريا، 500 جنيه ل 60 مليون مواطن، وكده يبقى انا خلصت من موضوع الدعم والصداع اللي عندي. الزيت يطلع بايظ، الذره الرز بيقولوا مكسر، العيش ما بيتاكلش، في تهريب في العيش، في تهريب. لا، انا رايح دماغي خالص، وال 30 مليون جنيه، 30 مليار جنيه دول نوزعهم على الشعب. هتكون حصة كل مواطن 500 جنيه. اعتقد لو عملنا استفتاء على الغاء الدعم مقابل ان كل مواطن، مش كل اسرة، كل مواطن ياخد 500 جنيه او 400 جنيه في الشهر، هنبقى احنا كسبانين، وهيبقى وفرنا كل قطاع وزارة التموين ده بالكامل يتم استخدامهم في اشياء اخرى او في وزارات اخرى او تحويلهم لوزارات اخرى للدولة، او في مراقبة برضه السلع التموينية، يبقى دور رقابي فقط ولا يتدخلون في كيفية توزيع الخبز او توزيع العيش او تصنيع العيش وكفاءته ولا. اذا المخبز صنع عيش غير جيد الناس مش هتشتري منه. وعلشان نخلص من جمعيات الاخوان كلها النهارده اللي هي بتاخد العيش الخبز النهارده وتوصله للناس، واللي تبعهم بتديله واللي مش تبعهم ما بتديلوش، وبياخدوا الباقي يبيعوه، لان في ناس كتير قوي من الجمعيات، ونعرف جمعيات تحديدا في الغربيه عندنا بتعمل كده. الناس كتير قوي ما بتاخدش حصتها من الخبز. هي الجمعيه متعاقده على 6000 مواطن، بتاخد خبز ل 6000 مواطن، اللي بيروح ياخد 4، الباقي ده كله بيبيعوه. ما هو واخدينه ب5 قروش، بيبيعوه بالكيلو. يعني الرغيف بيقف بحوالي 10 قروش او 15 او 12 قرش، بيتباع بالكيلو علف للماشيه. عندنا الخبز خلاص. طيب، يبقى احنا دلوقتي لو قدرنا وزارة التموين تبحث الدعم النقدي هو يبقى افضل، ولا يقولون ولا يدعون كذبا ان هذا سيحدث موجات تضخمية وارتفاع في الاسعار. هذا كذب. احنا بندي سعر النهاردة تلتزم الدولة انها تبيع الزيت، يعني بدي راجل 500 جنيه واقول له انت هتاخد كيلو الزيت ب 10 جنيه، ما هو ب 10 جنيه في الخارج اهو، ياخده ب 10 جنيه، هتاخد الرز ب 3 جنيه، هو ب 3 جنيه، هتاخد السكر ب 5 جنيه، ونلغي البقال اللي هو بيتربح البقال التمويني، وبنلغي كل الفساد الموجود في المناقصات، وبيتوفر للشعب كله. يعني بنريح الناس كلها من خلال 400 او 500 جنيه لكل فرد، والدولة تبقى برضه ملتزمة بالدعم. حزب النور دكتور يونس مخيون بيقول بنرفض قرار وزارة الأوقاف بأن يكون أئمة المساجد من خريج الأزهر. ليه؟ ليه يا شيخ؟ ليه يا دكتور يونس؟ النهارده طب الإخوانة اللي تمت في كل المساجد دي نعمل فيها إيه؟ وأنت عايز ناس غير مؤهلة ليه؟ وإيه مصلحتك إن أنت تجيب ناس غير مؤهلة؟ الأزهر الشريف العالم كله بيعترف بيه، أنت ما أنتش معترف بأزهرنا؟ علشان تجيبوا الناس بقى اللي تبعكم اللي في الزوايا والمساجد الصغيرة وتبدأوا تضمنوا الناس وتشتموا في الجيش وتشتموا في الثورة، يعني ده اللي انت عايزينه وانت بتعترض علشان كده؟ ما شفتكش بتعترض في ايام مبارك يا دكتور يونس. يعني طبعا احنا كلنا بنؤيد ان يكون الازهر الشريف هو المصدر الرئيسي للأئمة في المساجد. طبعا انا مش يعني خدت الوقت كتير، هتكلم بس يا ريت الدولة واحنا بنقول حي على العمل الآن الشعب كله يتكاتف مع الشرطة ونعمل اسبوع للمرور، لجان شعبية مع المرور مع ضباط المرور، علشان روحوا شوفوا شارع عبد الخالق ثروت او كل الشوارع في مصر تلاقوا الباعة الجائلين فارشين في لنص الشارع اللي كان بياخد 5 عربيات جنب بعض او 6 عربيات النهارده بيعدي عربية واحدة بالكاد. يا ريت كلنا نتكاتف واسبوع كامل علشان هذه الظاهرة تنتهي من الناس اللي بتفرش في 3/4 الشارع ونص الشارع، مع العمل بسرعة جدا على توفير اماكن بديلة
لهؤلاء الباعة الجائلين، لان هم ما عندهمش شغل تاني. الحد الاقصى للاجور الحد الادنى، يا ريت اما اتكلمنا فيها نسيت اكمل اقول موضوع المعاشات. كلمني النهارده واحد قال لي انا باخد 201 جنيه معاش بعد ان كان مرتبه 2000 جنيه، وصلوا ل 200 بعد ما طلع معاش 201 جنيه. طيب يعني ما نعمل معاش تكميلي. الراجل اللي كان مرتبه 3000 جنيه و2000 جنيه او 5000 جنيه، والاقيه فجأة لما يطلع المعاش ياخد ربع مرتبه. نعمل معاش تكميلي علشان ويبقى يكون المعاش بالكامل يمثل 90% او 100% من اجمالي الدخل، وده اللي احنا بنتكلم فيه. عايزين الدخل يبقى كله دخل واحد، مش بدل جلسات وبدل عدوى وبدل طبيعة عمل الى اخره. يعني انا مش هقدر اطول علشان الفترة طولت معايا. انا هطلع فاصل واستقبل ضيفي الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية. فاصل ونعود. وبرحب بضيفي الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا يا باشمهندس. اهلا وسهلا. اهلا بيك. دكتور سمير، يعني طبعا هنتكلم في حاجات كتير. موضوع القانون اللي نزل لسه النهارده دلوقتي ده بتاع المناقصات والمزايدات، بس عايز اسالك الاول التفجيرات الاخيره اللي كانت في رفح امبارح دي، نعم، شايف فيها ايه؟ يعني هي يعني تطور خطير، لكن ياتي في اطار الحرب المفتوحه مع الارهاب. احنا قعدنا سنه الحقيقه في ظل حكم الرئيس مرسي والاخوان المسلمين، نما هذا الارهاب وترعرع، ووصل الامر الى استعراضات عسكريه، الى معسكرات للتدريب، الى قدوم اعداد من يعني الارهابيين اللي لديهم خبرات عاليه جدا في هذه الاعمال دخلوا الى سيناء. كل ده في ظل الاخوان المسلمين. انا يعني عدت على الاقل 5 عناصر اساسيه تؤكد ارتباط حركه الاخوان المسلمين بتنظيم القاعده وبالارهاب. القاعده هي الذراع العسكري للاخوان المسلمين، ولا القاعده هي الذراع العسكري للاخوان المسلمين، واستطيع ان اؤكد ذلك. تنظيم الجهاد. هقول لحضرتك دلوقتي 5 عناصر اساسيه بسرعه شديده. نمره 1، انه في عصر الرئيس السابق مرسي اصدر عفوا عاما عن كل الارهابيين السابقين، ودول اغلبهم كلهم طبعا. رغم ان جزء كبير منهم عمل ما يسمى بالمراجعات في السجن، لكن تبين ان الجزء الاكبر منهم كانت المراجعات بالنسبه لي تكتيك يخرج، يعني باستثناء افراد محترمين جدا زي نبيل معين وزي ناجح ابراهيم واخرين، دول ما يزالوا على موقفهم من المراجعات، ينبذوا العنف ويدينوا العنف، وموقفهم واضح من جماعه الاخوان المسلمين باعتبارها حركه ارهابيه او جماعه ارهابيه. اما الباقين فانهم في الاغلب اما انهم عادوا مباشره الى الارهاب زي محمد الظواهري، او انهم يتماثلون مع الارهاب ويدافعوا عنه زي محمد ابو سمره، وده هنتكلم عنه بشيء من التفصيل. دي نمره 1، انه اعاد عفى عن كل الذين كانت ايديهم ملطخه بدماء المصريين ومارسوا الارهاب، ودول عادوا في اغلبهم الى الارهاب ويساندوا الارهاب حتى الان. نمرة 2، انه سمح بعودة كل ما يسمى بالمجاهدين في افغانستان وفي البانيا، ودول من قدامى الارهابيين، دول اللي شاركوا في تأسيس تنظيم القاعدة وليهم خبرات ارهابية قوية جدا، خاصة انهم قاتلوا بالفعل ولديهم خبرات وتعلموا تكتيكات القتال والتفجير. دول كانوا ممنوعين من العودة فعلا. كانوا ممنوعين من العودة. مبارك، مشكلة مبارك انه ضرب الارهاب في التسعينات، في بدايه التسعينات، خاصه من 93 فصاعدا، بعد اخر عمليه محاوله اغتيال لحسن الالفي في 93 خلص منهم انهم طلعوا بره، هربوا، فقال لك بعيد عني وخلاص. بس هؤلاء هم اللي حاولوا بعد كده يعملوا اغتياله في اثيوبيا، لكن هؤلاء كانوا نشيطين جدا في مواقع كتيرة، كانوا بيقتلوا في افغانستان، ايضا قتلوا في الشيشان وقتلوا في اماكن عديدة، وبالتالي دول كلهم رجعوا. مجموعة البانيا ومجموعة افغانستان كلها رجعت مصر، ودول ايديهم في الارهاب. نمرة 3، سمح بعودة او بدخول جماعات غير مصرية ارهابية الى مصر. مثلا في جماعة ارهابية في المانيا، وده انا بنقل تصريحات رسمية لوزير الداخلية الالماني،
عنده 11 شخص يحملون الجنسية الألمانية، عملوا تنظيم اسمه أبناء إبراهيم، وهنا علامة استفهام على أبناء إبراهيم. مين أبناء إبراهيم؟ إحنا واليهود يعني ولا إيه؟ تنظيم طيب. أبناء إبراهيم. أبناء إبراهيم 11 إرهابي ألماني قام بإبعادهم من ألمانيا، وقال أنهم ذهبوا إلى سيناء ومن ثم ذهبوا إلى مرسى مطروح ليكونوا قريبين من منابع الإرهاب الموجودة في ليبيا، واللي هتحدث عنها بشيء أكثر تفصيلا. فدي نمرة 3. نمرة 4، وإلى جانب أنه في يمنيين وفي ليبيين، وسوف أثبت بالأسماء أنه في من الإرهابيين غير المصريين الذين شاركوا أيضا مع الجماعات الإرهابية الموجودة في سيناء وموجودة في مصر. نمرة 4 أنه سمح بدخول عدد كبير من الأسلحة أو كميات كبيرة من الأسلحة، وخاصة لأول خط التهريب كان بيجي من السودان. واعترف الرئيس البشير في لقاء مع أحد اللي بيسموهم الإسلاميين المعتدلين في حديث نشر في الإمارات بأنه يتم التهريب فعلا من السودان، بس أسند ذلك إلى قبائل العبابدة وإلى غير ذلك. احنا بنعرف أنه إسرائيل قامت بقصف قوافل كانت بتقوم بالتهريب إلى داخل مصر، ثم قصفت مصنع اسمه اليرموك كان أقامه الإيرانيين عندهم فيلق اسمه فيلق القدس، هو اللي عليه مصنع أدوية ده. أيوة، ده بيصدر الفيلق القدس، ده هو المعني بتصدير الثورات الى الخارج، بتصدير الثورات الشيعية الايرانية الى الخارج. فده كان هو اللي بيتولى التهريب. عندما سقط القذافي انفتحت مخازن الاسلحة الليبية على مصراعيها لكل الناس، وخاصة لجماعة الاخوان المسلمين ولتنظيم القاعدة. وهنا لازم نتكلم بشيء من التفصيل عن ليبيا، لانها تشكل خطرا حقيقيا على الامن القومي المصري، مش ليبيا كدولة وكشعب، لا، الجماعات الارهابية القاعدية وتنظيم الاخوان المسلمين. في واحد اسمه عبد الحكيم بالحاج، وده مورط في كل التفجيرات التي تحصل سواء في ليبيا او في مصر. ده كان عضو قيادي في تنظيم القاعدة، وكان القذافي معتقله حبسه. بعدين افرج عنه قبل الثورة الليبية، فكمن كعادة الجماعات الارهابية الى ان جاءت الثورة الليبية فعاد ونشط، ثم بقى القائد العسكري لمنطقة طرابلس. عشان نشبك العلاقات مع بعضيها، هو ده عبد الحكيم بالحاج بعد سقوط القذافي جه مدير المخابرات القطرية في طائرة خاصة، نزل في طرابلس واستقبله عبد الحكيم الحاج في المطار. والكلام اللي انا بقوله ده موجود على اليوتيوب، وممكن مدير المخابرات القطرية. مدير المخابرات القطرية راح الى ليبيا دون علم السلطات، واستقبله عبد الحكيم بالحاج اللي كان سلطة مؤقتة ايامها، واخذوا على مبنى المخابرات الليبية وسلموا كل الوثائق بتاعة القذافي. اخذها معاه في طيارته الخاصة وعاد بها الى قطر، ومن ثم بالتأكيد سلمها الى CIA، باعتبار ان قطر هي محمية صغيرة للامريكان وبها اكبر قاعدتين امريكيتين في الشرق الاوسط. كويس؟ يعني مدير المخابرات راح ليبيا زي ما جه مصر هنا. جه بس لا، كان جه هنا طبعا جه مرة ودخل وجه بطريقة سرية وقعد في فيلا وقابل كل قيادات الاخوان. عبد الفتاح السيسي عنفوا في هذا الشأن. صحيح. وبالتالي هم بيعتبروها بقى مزرعتهم الخاصة. عبد الحكيم بالحاج ده بيهرب سلاح الى مصر، وهو متحالف مع اخوان ليبيا، وبالتأكيد متحالف مع جماعة الاخوان اللي هنا، وبيدخل سلاح وبيدخل افراد من اللي كانوا موجودين في ليبيا. عشان ادلل على الكلام ده، في واحد يمني متجنس سعودي اسمه ابو صهيب الهزلي. ابو صهيب الهزلي ده، والكلام كل اللي انا بقوله لحضرتك، انا بقول كل الكلام اللي بقوله لحضرتك ده، اي حد يفتح اليوتيوب دلوقتي اللي هقول عليه هيلاقي الكلام اللي انا بقول عليه ده. ابو صهيب الهزلي ده قاتل في ليبيا مع القاعدة، مع تنظيم القاعدة، ثم جاء الى مصر وانضم الى الجماعات الارهابية الموجودة في سيناء، وانضم تحديدا لمين؟ لمجلس شورى المجاهدين اكناف بيت المقدس. اكناف بيت المقدس. وعمل فيديو وقال بهدي هذه العملية الى روح الشهيد بن لادن والى الزعيم الجديد لحركة بن لادن ايمن الظواهري. وقتل في هذه العملية، وكان معاه واحد مصري اسمه ابو صلاح المصري. وبالتالي دخل من ليبيا عناصر من هذه العناصر الارهابية. نمرة 5، احنا عندنا 4 عناصر. نمرة 5 انه في عصر محمد مرسي جرت عدة عمليات في سيناء بسببها قتل 28 ضابط وجندي، كان اخرهم الشهيد محمد الشهيد العميد محمد هاني الذي استشهد، هو من اسكندرية، استشهد يوم 26/6، وفي جنازته
هتف زمايله والمواطنين في اسكندرية يسقط حكم المرشد، للتأكيد على علاقة الإخوان المسلمين بما يحدث من إرهاب. وقبليه كان في المقدم أبو شقرة اللي فيه علامات استفهام كبرى حول استشهاده، لأنه ده ضابط متخصص في مكافحة الإرهاب، ويبدو أنه الإخوان المسلمين سلموه للجماعات فتم يعني اغتياله. في 28 واحد كما قلت، في كل مرة كان محمد مرسي بيقول 28 ضابط وجندي استشهدوا من 5/8/2012، و5/8 دي لازم نقف عندها شوية، لأنه في هذا التاريخ تم اغتيال 16 جندي كانوا ساعة الإفطار اللي في رفح. 16 شهداء رفح. 16 شهداء رفح. من 5/8 إلى 26/6 استشهد عندنا 28 هم 16 جندي ولا 17 جندي؟ 17. بعديها في أكثر من عملية تم في، وكل مرة كان محمد مرسي يمنع الجيش وأجهزة الأمن من تعقب هؤلاء الجناه. والمهزلة الكبرى طبعا حصلت بخطف الجنود السبعة المصريين. التمثيلية دي التمثيلية دي. وأذكر حضرتك وأذكر الإخوة المشاهدين أنه في هذه الأثناء راح البلتاجي زار سجن العقرة. وعشان نفتح بس قوس عشان الناس تعرف تفاصيل الحكاية دي، لأنه الإخوان حاولوا أن يصوروها على أنها إنجاز لمحمد مرسي. ودي لأول مرة في تاريخ البشرية أنه رئيس بلد ما يقول أنه حريص على الخاطفين والمخطوفين. الكلام ده ما حصلش في أي مكان في العالم. المشهد المهين اللي طلع وجنودنا معصبي العين وبيتبهدلوا قدام عدسات الكاميرات في بلدهم، دول مش مأسورين بره بلدهم، دول مأسورين داخل بلدهم. هذا المشهد المهين قال مرسي أيامها أنا أريد أن أحافظ على الخاطفين. ويبدو أنه سيناريو كبير، لأنه طلع بعد كده فيديو في 13/8 ويذاع الآن بكثافة. هم اتخطفوا في 15/5 وتم تحريرهم في 22/5 بصفقة. في 13/8 جماعة بيت المقدس دول طلعوا فيديو ولقنوا ولد عريف من السبعة دول يقول ايه، فقعد يقول احنا دول خطفونا دول ناس كويسين وكده، واحنا بنطلب منه انه نطلب من الرئيس انه يعفو عن كل المعتقلين وانه يطلع الناس الى اخره. طيب ايه الحكاية من الاول بقى؟ في واحد اسمه حمادة ابو شيطة. حمادة ابو شيطة ده عضو ارهابي، كادر ارهابي في جماعة، في 4 جماعات في سيناء، واحدة منهم اسمها التوحيد والجهاد. هذه الجماعة هي التي قامت بعملية الهجوم على قسم تاني العريش، وقتلت 3 ضباط وعساكر وجرحت 13، ونزلت العلم المصري ورفعت علم القاعدة عليه. صح. وفي اليوم الثاني هجمت بنك اسكندرية في محاولة للاستيلاء على الفلوس اللي فيه، وقتلت برضو 3 وجرحت 7. طيب تعقدت محكمة لمحاكمة هؤلاء، حكمت المحكمة على جزء منهم بالإعدام وجزء منهم بالمؤبد. كان منهم حمادة أبو شيطة وشقيقه اسمه هاني أبو شيطة، ودول هربانين كانوا محكومين. أثناء تمشيط الجيش للمنطقة تم العثور على حمادة أبو شيطة، فألقي القبض عليه وتحول للسجن عشان يمضي العقوبة اللي متحاكم فيها من الأمن. طيب جماعته عايزين يهربوه، فادعى عمل اشتباك مع احد ضباط السجن، وادعى انه ضابط السجن عذبه انه فقد بصره، وطلب تحويله للطب الشرعي. كانت الخطة انه اثناء تحويله للطب الشرعي تيجي مجموعات مسلحة من سيناء زي ما عملت اثناء تحرير محمد مرسي من سجن وادي النطرون، وتحرير جماعة حماس من سجن ابو زعبل الى اخره. فكانوا هيقطعوا الطريق ويضربوا نار وياخدوه يهربوا بيه ويرجعوه لسيناء تاني. يبدو ان اجهزة الامن يعني فطنت لهذه المسألة، فقالوا لا الطب الشرعي وقع عليه الكشف داخل السجن. فعندما فشلت الخطة اتخطف الجنود ال7. طيب مرسي لعب الدور معاهم انه حريص على امنهم وامن كان دايما يقول لك المؤسسات السياسيه هي المسؤوله عن اعادتهم، كان متاكد انهم هيرجعوا. وقالت كل القيادات بما فيها مرسي قال نحن نعرف الجهه الخاطفه والخاطفين، ومع ذلك لم يقبض على واحد بس فقط، رغم انه ضبط الفيديو ومين اللي وداه القهوه واتحط عليه، ومع ذلك لم يمسوا هؤلاء الارهابيين. طول الفتره طول حكم فتره مرسي لم يمس ولا واحد من الجماعات الارهابيه. وبالتالي في ظل العوامل ال5 التي اشرت اليها، العفو واعاده الناس الارهابيين من الخارج والتسليح وكل ده، نمت هذه الجماعات لدرجه انها كانت تقوم باستعراضات مسلحه في الشوارع ودورات تدريبيه تعقد وتصور. وعقد مؤتمر لهذه الجماعات الارهابيه في ظل مرسي في راس سدر، في احد فنادق راس سدر، وبعد ما خلصوا المؤتمر طلعوا ابتهاجا بانتهاء المؤتمر يتخطخوا عشان كانوا بيعملوا تنسيق بين هذه الجماعات. في 4 جماعات يا استاذ حمدي موجودين في سيناء الان.
مجلس شورى المجاهدين اكناف بيت المقدس، وفي التوحيد والجهاد، وفي انصار السنه المجاهدين، التوحيد والجهاد، وفي انصار السنه، انصار الشريعه اسف، انصار الشريعه، وفي كتائب الفرقان. دول موجودين في سيناء، دول موجودين في سيناء ولهم علاقه في غزه. كل واحد من هذه التنظيمات اصله في غزه وفرعه. اعدادها ايه يا استاذ تقريبا؟ مجموعهم كلهم 3000 واحد تقريبا، بين 3000 الى 3500. بس خطورة دول ان دول تلقوا تدريبات عالية، لديهم اسلحة متطورة، فيهم عناصر غير مصرية كثيرة، وخاصة فلسطينيين سواء من حماس او من الجماعات السلفية الارهابية اللي موجودة في داخل قطاع غزة. يقدر عدد العناصر الفلسطينية ب 150 كادر عسكري، ودول نتيجة التدريبات العسكرية الطويلة، لديهم خبرات عسكرية. وشفنا ده في المتفجرات، وخاصة في العبوبة اللي حصلت امبارح ضد مركز المخابرات وضد موقع التفجيرات اللي هي العربيات والتفجيرات المفخخة اللي حصلت والعمليات الانتحارية، لأنه ما فيش في مصر كان الأسلوب ده، يعني أسلوب جديد عليه، هو أسلوب تتميز به يعني حماس والعراق طبعا وسوريا إلى آخره. لكن هذه التنظيمات موجودة وبشكل إقليمي، يعني التوحيد والجهاد. أقول لحضرتك مش بس مصر بقت تستورد إرهابيين، بقت تصدر إرهابيين كمان. في 3 من اللي هاجموا الموقع الاقتصادي بتاع البترول اللي يقع في الجزائر، كان في 3 مصريين و3 توانسة و7 ليبيين من المجموعات التي هاجمت المنشأة البترولية اللي في الجزائر. 2 من اللي قتلوا في مواجهات في مالي مع تنظيم التوحيد والجهاد 2 من مصر. في 400 واحد الآن موجودين في سوريا بيقاتلوا مع النصرة، بيقاتلوا مع أحرار الشام ومع الدولة الإسلامية. واحد منهم كان شقيق عضو مجلس شورى الجماعة الإخوان بتوع الإخوان. طبعا دول اللي بيقاتلوا دول بيقاتلوا هناك موجودين في سوريا، ودول بالتاكيد زي بتوع افغانستان هيرجعوا يعملوا لنا نصره مصريه، ويعملوا لنا جيش حر، ويعملوا لنا الدوله الاسلاميه في سيناء او في مصر الى اخره. ده لما يقضوا على الدوله السوريه طبعا اذا يعني ان شاء الله مش هيحصل. وبالتالي هذه البنيه الارهابيه المعقده اللي موجوده في سيناء تحتاج الى وقت، وخاصة في مواجهة الإرهاب. يعني امبارح كان ذكرى، أو أول امبارح كان ذكرى 11 سبتمبر. عملوا استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، قالوا إن إحنا ما نزال نشعر إن إحنا لم نقضي على الإرهاب نهائيا. شايف إحنا من قد إيه رغم اغتيال بن لادن والضربات التي وقعت، لأنه في المواجهة مع الإرهاب مش بيقضي على الإرهاب. في مواجهة مع الإرهاب الحرب دي بتكون مفتوحة وطويلة وشاقة وفيها خسائر عالية، لكن علينا نشوف إحنا الخط البياني، هل الخط البياني صاعد ولا ناقص؟ احنا شفنا انه في السنة التي حكم فيها مرسي قيد ارادة الجيش والاجهزة الامنية وقدرتها على مواجهة. قلت لك يعني لم يحدث انه تعقبت الاجهزة الامنية او قامت بيه. هقول لحضرتك هدم الانفاق كان وافد. لا ما انا هقول لحضرتك بقى هنيجي لهدم الانفاق، لان دي نقطة مهمة جدا لازم الاخوة المشاهدين يتابعوها معانا. في 5 لما وقعت عملية 5/8 الشهيرة قتل الجنود اثناء الافطار، الجيش اصدر بيانا رسميا قال فيه انه سينتقم لأبنائه وسيكتس الإرهاب من سيناء، وقال انه سيغلق الأنفاق. طلع في نفس اليوم واحد مدعو اسمه ياسر علي، وده كان متحدث باسم الرئيس، وده مورد في قضية أخلاقية. احنا عرفنا بعد كده انه مورد في قضية أخلاقية. طلع قال لا يوجد طبعا لا يوجد قرار بإغلاق، لا يوجد قرار سياسي بإغلاق الأنفاق، وبالتالي قيد الجيش انه يغلق هذه الانفاق اللي بيجي منها الارهابيين والسلاح، وبيتم منها تهريب السلع المصريه المدعومه الى اخره. طيب جينا في الذكرى الثانيه ل 25 يناير، وكانت البلد هنا في حراك شديد جدا. تم الكشف عن وثيقتين، وثيقه من وزير الخارجيه ورئيس الوزراء القطري دفع فيها شيك محوله للسيد خالد مشعل ب 250 مليون دولار عشان تدعم الاخوان في مصر. ايوه. وفي برقيه تانية من قائد قوات حماس في الداخل القسام، انه جهز 500 عنصر مدربين عشان يرسلوا الى مصر عشان يسددوا يعني فاتوره ال 250 مليون دولار دول. الجيش في ذلك الوقت من فوق راس الرئيس راح وبدا يهدم الانفاق باستخدام وسائل هندسيه، اغراق بالمياه الى اخره. الغريب جدا في هذه المرحله انه طلع احد صبية حماس واسمه سامي ابو زهري، احد الناطقين
طلع من هنا من مصر مع الاستاذ عمرو اديب وقال ابلغتنا الرئاسه المصريه انه لا يوجد قرار باغلاق الانفاق، ونحن لن نقبل ردم الانفاق، مع انه كان للرئيس المصري في ذلك الوقت محمد مرسي 2 متحدثين باسمه مش واحد بس، فطلع سامي ابو زهري وقال ابلغتنا الرئاسه من طيب تعرف ان هم عاملين وزاره للانفاق يا استاذ سمير؟ لا هتقول لي تاخد ب 300 مليون دولار يعني بص جمارك بس. في هيئتين للانفاق، هيئه مدنيه، والهيئه المدنيه دي هي اللي بتدي تصاريح بحفر الانفاق، لان حفر الانفاق يحتاج الى 3 فاز كهرباء، فمحدش يقدر يحفر غير لما ياخد كهرباء. ففي واحد اسمه ابو غازي ده ياخد رخصه الاول، ياخد فلوس، يعني ياخد اتعاب على الرخصه، رسوم على هذا، ثم كل عبوه بتدخل من النفق حماس بتاخد 20% عليها، وبالتالي التقديرات الاقتصاديه انه من 300 الى 400 مليون دولار جبايه من هذه الانفاق اللي بيقول لك مصر بتحاصرنا هو الذي يحاصر الشعب الفلسطيني وليس مصر. ده قلت 300 ل 400 مليون دولار يا استاذ سمير، يا دكتور سمير. طب يعني السلع قيمتها قد ايه بقى؟ طبعا يعني الى جانب احتكار تجاره الجمله في الداخل. وانا قلت وبكرر تاني ان في 800 مليونير موجودين في غزه من دوائر حماس، وقلت انه غزه مفتوحه الان، حد ينزل على غزه هيروح يلاقي مدينه العاب مائيه موجوده في غزه لا يوجد مثيل لها في مصر، ودي كانت واحد بتاع وزير سابق من حماس، والشركات طبعا معاه. كل اراضي ما يسمى بالمحررات اللي هي كانت مستوطنات في السابق تم الاستيلاء عليها وقسموها بينهم وبين بعضهم. طيب هذا الوضع احنا بعد ازاحة مرسي في 30/6 الجيش بدأ ياخد موقف دفاعي في الاول، يدافع عن المقرات اللي كانت موجودة اللي بتستهدفها، لانه بس مرسي راح عشان نعرف العلاقة بين الجماعات، هذه الجماعات الارهابية المرتبطة بالقاعدة والاخوان المسلمين. طول فترة حكم مرسي بالذات هذه الجماعة المسماة انصار ضد المقدس او اكناف بيت المقدس، دي اعلنت بيان، طلعت بيان قالت فيه السابق، قالت فيه ان هي المسؤولة انها رمت عدة صواريخ على ايلات، وقالت ان هي اللي بتفجر خط الانابيب اللي كان بيزود اسرائيل بالغاز. طيب بعد التفجير التاسع اوقف تصدير الغاز نهائيا، ومع ذلك تم تفجير الانبوب ل6 مرات بعد كده، وبعدين فجأة طول فترة حكم مرسي اوقف تماما تفجير الانبوب. اول ما مرسي راح عاد التفجير مرة أخرى، وده بيتناسب مع الكلام اللي قاله الكتاتني من على المنصة، وقال انه في حالة ما في اليوم في اللحظة، قال بالظبط كده في اللحظة البلتاجي قال في اللحظة التي يعود فيها محمد مرسي سوقف العمليات في سيناء. وبالتالي ده مؤكد، ادي عملية اهي بتاعت التفجير وتصعيد العمليات لاحقا، والبيان اللي اصدروه عن عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية بتقول انتقاما الربعة العدوية الى اخره. العلاقة عضوية ما بين. معانا محمد القاضي من حلوان. الو مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير حضرتك وعلى الدكتور يوسف غطاس، بجد غطاس اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. حضرتك اثرت بقضايا كتير في بدايه الحلقه، بجد يمكن 90% غطيت من قضايا المجتمع اللي احنا بنعيشها فعلا. كان في بالظبط عندي 3 نقط او 3 قضايا بالنسبه، اخدهم سريعا بس عشان وقت البرنامج وضيف حضرتك. بالنسبه للجامعات خصوصا في المحافظات الملتهبه زي جامعه السويس، خط القناه بقى، بورسعيد، السويس. بالنسبه للموضوع دوت لازم منح التغطيه القضائيه لافراد الامن المدني في الجامعات، والا هيبقى في مشكله كبيره خصوصا التحفظ من شباب جماعه الاخوان المسلمين في الجامعات، خصوصا عندنا في جامعه اسيوط مثلا في نسبه بعيد، جامعه قناه السويس هيبقى في مشاكل. لازم تفعيل التغطيه القضائيه لافراد الامن المدني. بالنسبه للنقطه الثانيه الدعم النقدي، ده هياخدنا مشكله كبيره خصوصا في توزيع رغيف العيش والبنزين. هتبقى مشكله مش هنعرف نحارب، مش هنحل مشكله الفساد بالنسبه للموردين وبالنسبه للكواليتي للجوده. احنا ممكن نحط سعر معين للدعم، والمواطن ياخد المنتج سواء مدعوم او ممكن يدفع الفرق السعر لو هياخد حاجه كواليتي اعلى او درجه اعلى. لا احنا عايزين يا استاذ محمد ياخد نقدي والناس خلاص يعني، ونوفر الوزاره دي كلها. ما هو ده هياخدنا لمشاكل كتير بقى في التوزيع وفي
الموردين والجوده. لا احنا بنقولش موردين بقى، وفقا للبطاقه كل واحد ياخد 30 جنيه زي ما قال الوزير امبارح. بالنسبه للفرد ممكن، بس هو هنا قلنا في مشاكل بالنسبه لرغيف العيش والبنزين هتبقى في مشكله. بالنسبه لحزب النور ده يعني احنا المفروض بعد ثوره 30 يونيو مفيش حزب سياسي يلعب على اساس دين. لازم نسمع بين النشاط السياسي والنشاط الدعوي. بناء عليه لازم يتحل حزب النور. جماعه الاخوان المسلمين احنا في ظروف استثنائيه، كان لازم بعد 30 يونيو حل قرار رئاسي قرار جمهوري لازم حل، والا هنرجع نفس المشكله، نرجع مربع واحد من اول وجديد، ونبقى سياسه ودين وخلط ومساجد وخطب كده. احنا مش هنحل مشكله، لازم حل حزب النور ده اتفرض للدعوه، اتفرض للسياسه، يبقى من خلال حزب سياسي يندمج مع حزب سياسي. لو ما عملناش كده هنلاقي الاخوان المسلمين هيندمجوا في حزب النور، وهتبقى ايه عبايات كبيره، هيبقى حزب النور والاخوان المسلمين كيان واحد، حزب النور نفس الايديولوجيه. فكره جيده فعلا. تبقى مشكله هيبقى نرجع صح كده. ما عملناش حاجه، ولا الاسلام هو الحل وشعارات دينيه تاثير على المواطن. احنا فوقنا، بس المشكله لازم نعمل جذور. اعتقد الحلول مش هتنفع في وقت زي ده، احنا عايزين نوصل في مصر، لازم حل جذري. لكن عمل حساب حزب النور دلوقتي بيستغل ان هو الحزب الوحيد الديني. وصلت في كده يا استاذ محمد. في نقطه ثانيه؟ ميرسي قوي. شكرا استاذ حمدي، وان شاء الله مصر بخير وهنبقى زي الفل ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ محمد، ربنا يخليك. شكرا جدا. الدكتور نبيل الاستاذ محمد بيطالب بحل حزب النور. انا على فكره رفعت قضيه بحل حزب الحريه والعداله وجلست 18/10. نعم. ويا ريت الشعب كله يبقى موجود ان شاء الله. يعني هو اعتقد انه انا اعتقد انه احد اهم القضايا المطروحه على لجنه ال50 في صياغه الدستور هي يعني ان لا تؤسس اي احزاب على اساس ديني، لانه هذه. طب ما هو دكتور سمير، ما هو بيجي حزب النور النهارده يقول لك انا عندي نائب رئيس الحزب مسيحي ويبقى خلاص يعني. لا هي مش بقصه. احنا عايزين ايه الضوابط بقى ان انا لما انشئ حزب ما انحرفش بيه او اخده وسيله واطلع بيه للتيار الديني تاني. ما هي من الاساس يبقى في نص دستوري واضح عدم انشاء السماح بانشاء اي احزاب لا على اساس ديني ولا على اساس طائفي ولا على اساس تمييز، لانه كمان اي حزب بيميز بين النسائي او حزب يميز بين المواطنين. لان انا عايز دوله مواطنين، عايز اعمل دوله مواطنه، وفي المواطنه هي كل الجميع متساويين ولا يمكن السماح باي تمييز لا على اساس الجنس ولا على اساس الدين ولا على اساس العرق ولا على اي اساس. وبالتالي لازم يتضمن نصا واضحا وصريحا في الدستور يجرم طبقا للقانون انشاء اي احزاب لا على اساس ديني ولا على اساس طائفي ولا على اساس تمييزي ولا على اساس انه حزب له ميليشيا مسلحه او يؤمن باستخدام العنف. هذه الضوابط يجب ان توضع في الدستور حتى نتحول الى دوله مدنيه حديثه حقيقيه. هم بيخوفونا طول الوقت، يقول لك دي دوله علمانيه. ما لو حطينا الضابط ده هنلاقي الماده 219 مالهاش وجود. ما هو ده يبقى كده الحزب النور يقول لك انا جاي عشان الماده 219. لا هو قال اول امبارح انه لا يمكن اختزال الحزب في الماده 219، واذا تم اضافه بند فيه او عبارات في الماده الثانيه اسقاط مبادئ. انا اعتقد لا يجب الخضوع لابتزاز هذا الحزب، لانه هذا الحزب حضرتك بتعرف اغلب المشاهدين انه الحزب ده كان موجود، او هذه الجماعه كانت موجوده وتحديدا في الاسكندريه، وكانت على علاقه قويه باجهزه الامن، وكانوا بيعملوها كيعني منافس للاخوان المسلمين. لكن في كل مره يعني اي حاجه. بس هو دلوقتي كان في رابعه. طبعا انا بقول لحضرتك اهو الخطا الاساسي السادات لما جاب الاخوان المسلمين والجماعات الاسلاميه عشان تواجه اليسار في الجامعه، هي اللي قتلته في الاخر. كل مرة حد بيربي تعبان في عبه اول ما بيدفى بيلدغه، اول حاجة بيلدغه هو. وبالتالي انت بتربي دول عشان قال يواجهوا التانيين، لا انت تربي المجتمع كله ضد مسائل العنف وضد مسائل التطرف، وتربيه على مسألة المواطنة، وتطلق يعني قدرات المجتمع الثقافية عشان ترسي قيم ومعايير في المجتمع تحول هذا المجتمع الى مجتمع مدني حقيقي. وهذا المجتمع هو الذي يحمي الاسلام من مستغلينه، عكس تماما ما يشيعونه من انه المجتمعات المدنية هي مجتمعات ضد المشروع الاسلامي.
بالعكس تماما، حماية الإسلام الصحيح والحقيقي تأتي بإبعاد تجار الدين الذين يستخدمون الدين ستار. مين اللي قال أيا كان هذا المرشد ايه مواصفاته عشان يبقى هو متحدث باسم الدين؟ ايه يعني ايه علومه وايه تكوينه وايه صلاحياته؟ يبقى هو المتحدث الحصري، يبقى هو المتحدث. حتى شيخ الازهر مع كل الاحترام له انه رجل محترم ومقدر وكذا في هذه المسألة، لانه شيخ الازهر المنارة التي تحمي الاسلام الوسطي، لكن مواطن عادي البراهمي ده ولا اي حد ياسر برهامي او اي حد من هذه المجموعات لا يحق له ان يفتي، لا يحق له ان يتدخل في الدين، لا يحق ان يتحدث باسم الدين، وغير مؤهل للافتاء من الاساس. لم يعطي يعني ربنا حدا رخصة بانه يتحدث باسمه. وبالتالي هذه الجماعات هي التي كانت تعتدي للاسلام وتسيء الى الدين وتتاجر بالدين. المجتمع المدني هو الذي يحمي الإسلام الصحيح ويحافظ عليه خالصا لله وحده، من هؤلاء الذين يعني يعتقدون ان هم ممثلين ربنا. ولما يقول لك انا ممثل ربنا فبيحيل لك، طب بيحيل لك الخلاف مع ربنا مش معاه هو بقى كشخص يعطي لنفسه الحصانه. واحنا شفنا ان المرشد ده ازاي بتباس راسه، ازاي بتتباس جزمته، ويقول ومرسي يقول عن نفسه انا الحكومه الربانيه، بيمنع صكوك الغفران للمعارض وده شفناه في غزه. يعني اسماعيل هنيه المدرس اللغة العربية اللي كان كل مهماته انه كان بيزق العربية بتاعت الشيخ احمد ياسين، فصعد في غفلة من الزمن وبقى رئيس وزراء، قال عن نفسه نحن الحكومة الربانية. طب اذا هو حكومة ربانية هقدر اعرضه ازاي؟ يعني بيرجعنا للقرون مع الله. ووزير الاوقاف قال امبارح في لجنة ال50 ان مصر لم تكن في اي وقت من الاوقات دولة دينية. الدولة الدينية هي دولة تسيء للدين وتسيء للاسلام في الاساس، وبالتالي نحن نسعى مع المسلمين الحقيقيين في كل، وهم الجمهور الاوسع من المصريين. مش معقولة 33 مليون مصري الغالبية العظمى منهم مسلمين ومصلين ويعرفوا ربنا وكل حاجة. كل البنات المحجبات اللي شفناهم كانوا معايا المظاهرات 30 مليون كلهم ضد الاخوان، الغالبية العظمى ضد الاخوان، لانه دول عايزين يحشروا مصر. كانوا في نموذج الاخوان اللي هو نموذج ضيق جدا لا يتسع للاسلام وبيتحوصل على فكره صحيح. بالتالي لازم احنا نبذل جهد لتوعية المواطنين من انه الكلام اللي بيقولوه ان الدولة الحديثة دي والدولة المدنية دي تضرب المشروع الاسلامي. لا، المشروع الاسلامي يضرب من قبل الذين يتاجرون بالاسلام ويتخذون من انفسهم اوصياء على الناس وممثلين للاسلام. هم كل واحد فيهم شخص. حزب النور زي اي حزب تاني لا يمثل الاسلام ولا يمثل. ناخد مدام نبيلة من المنصورة. الو الو اهلا، ازيك يا استاذ فقران؟ اهلا مدام نبيلة، ازيك؟ حضرتك تشكر لنا سيادة اللواء سمير، واحنا عايزين منه حاجة ان هو يعني كمؤرخ المفروض يؤرخ الدكتور سمير مش لواء بس، هو يعني باحث في الدراسات الاستراتيجية. الله يخليك. بشوف اي برنامج ما بغيرش عليه نهائي يعني. شكر جدا. طب عشان كده احنا جايبينه معانا. يؤرخ لنا الحاجات دي كلها عن الارهاب، يعني يعملها في كتاب، المهم يبقى في تاريخ يعني. حاضر. تمام. حاضر. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجة، موضوع الطماطم على مستوى الجمهورية كلها، الطماطم اللي شك فيها ان هي فيها حاجة مش مظبوطة. فحضرتك انا طالبة منك لاني مش قادرة اتصل بحد، عايزة يعني حضرتك توصل لمعامل في الزراعة او باي حد يحلل لنا الطماطم دي ونشوف فيها ايه، لان انا شاكة فيها وممكن تعمل امراض للشعب يعني. حاضر ماشي مدام نبيلة، حاضر ماشي. حاضر وصلت فكرتك يا فندم. دكتور سمير، عايزين نطلع من الموضوع دوت عشان عندنا موضوعين مهمين قوي. اتفضل. قانون التصالح مع المستثمرين اللي كان اصدره جماعة الاخوان مع المجلس العسكري، والنهارده القانون الجديد الخاص بالمناقصات والمزايدات. نعم. قانون النهارده بتاع المناقصات والمزايدات هقرا لك النص بتاعه عشان عشان المشاهدين يشوفوه. بيقول: شمل التعديل المادة الأولى فقرة أولى حيث نص على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه
على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها. هذا يعني استبعاد هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستصلاح و5 مناطق خدمية من رقابة هذا القانون. يعني ممكن تبيع بالأمر المباشر هذه الجهات الآن وفقا للتعديل الآن، أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين. طبعا تاني فتح موضوع الأمر المباشر في المقاولات، أن المحافظ له سلطات أن يتعاقد في مجال المقاولات فيما لا يجاوز 5 مليون جنيه، رقم كبير قوي. وبعدين في الأعمال الفنية ومقاولات النقل، مقاولات ده 5 مليون في الأعمال الفنية ومقاولات النقل، 10 ملايين للمحافظ لمقاولات الأعمال. طبعا الرقم ده كبير. انت شايف ايه حضرتك القانون ده الأول؟ طيب، وهل ده هيهدر مال عام جديد ولا هنعمل؟ هقول لحضرتك اول بالعام كده بالمبدأ. احنا لازم نقول للحكومة دي ولأي حكومة أخرى ان الوضع في مصر بعد 25 يناير مش بس 30/6، 25 هذا الشعب العظيم أسقط يعني سلطتين كان من الصعب جدا حد يتخيل انه يمكن الإطاحة بنظام مبارك ثم الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين. والإخوان المسلمين زي ما حضرتك بتعرف الإخوة المشاهدين تنظيم دولي ومدعوم إقليميا، وكان وكيلا للولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ عدة مخططات. هذا الشعب الذي خرج بالملايين خرج أول مرة ضد الفساد والإفساد اللي كان بترعاه الدولة وضد القيود اللي كان بتوضع على الديمقراطية، وقال أطاح بهذا النظام والتوريث بالطبع، يعني قضى على هذه المسائل كلها وقال نوقف ده. في المرة الثانية أطاح بحكومة الإخوان لأنها كانت نسخة يعني إعادة إنتاج نظام مبارك على أسوأ، لأنه مش بس فيها فساد وفيها حجر على الديمقراطية وفيها إقصاء، حتى إن واحد اسمه زوبع متحدث رسمي باسم الإخوان اعترف قبل 3 أيام قال حكم إن مرسي كان حاكم سيء وكنا يعني نستحوذ على النظام بشكل بس ده كان فيها تكفير وكان فيها تفريط في موارد الدولة الأساسية. ده من المعارضين. طيب دلوقتي احنا عندنا حكومة جديدة كان مفروضا أن تكون حكومة الثورة. أيا كان ملاحظاتنا على تشكيل هذه الحكومة، فإنه بالعام بقى المبدأ العام أن الشعب لم يعد يسمح بأن يتجاوز أحد أو يعيد إنتاج أي من النظامين السابقين. لا هنعيد نظام مبارك ولا هنعيد نظام الإخوان مرة تانية. هذا الشعب لم يعد من الممكن تجاوزه مرة تانية، وبالتالي لا يمكن تمرير قوانين في غيبة الناس أو رقابتها. ومن هنا أنا بدعي كل المواطنين أنه نحن نشكل في غيبة مجلس الشعب، في غيبة البرلمان. الشعب المصري هو الذي يتولى الآن الجمعية العمومية لكل الشعب المصري. كل مواطن في الشعب المصري هو نائب عن هذا الشعب، يجب أن يلعب دورا، وده اللي بيخلي في حيوية للمجتمع المصري وبيحافظ على ممتلكاته وحقوقه. وبالتالي هذا القانون لازم يناقش ولازم يعرض على الناس، ولن يمر ده صدى ممكن يسحب. ما فيش حاجة يعني لم يعد من الممكن استغفال الناس. يقول لك قانون صدر، قانون يرجع يتناقش مرة تانية. ولازم قبل اصدار القوانين، انا بقول للحكومة هو بمثل نفسي او بمثل تيار من هذا المجتمع، لا يجب السماح بتمرير قرارات او قوانين ما لم تعرض على الجمعية العمومية للشعب المصري. الاعلام يطرحها في الاول، نسمع وجهات النظر فيها، تعرض على جهات قضائية، على جهات قانونية، على جهات المحكمة الدستورية العليا، عشان نشوف هذا القانون يصلح او لا يصلح، ونحط ضوابط عشان نعرف انه لن نسمح بقوانين يتم مرة اخرى فيها اعادة نهب المجتمع المصري مرة تانية. لن نسمح باعادة هؤلاء السراقين الذين امتصوا دماء الشعب، سواء في حكم مبارك اللي كان بيتستر على مجموعة صغيرة او على الحكام الجدد اللي كانوا هم نفسهم كمان بيبيعوا ممتلكات الدولة ويسرق على حسابها ومع شراكات اجنبية. يعني كانوا، انا مش عايز اقول مين اللي احسن او مين اللي اسوأ في الحقيقة لانه مفيش احسن، لكن دول كانوا بيفرطوا، لكن دول كانوا بيفرطوا في ممتلكات الدولة، ممر قناة السويس، الاراضي في سيناء، حلايب وشلاتين الى اخره.
لن نسمح، هذا الشعب المصري لا يمكن ان يسمح مرة اخرى باعادة انتاج الفساد او التسترات، وبالتالي هذا القانون يجب ان يعرض مرة اخرى على الناس، يجب ان تقول اجهزة الاعلام، كل المعنيين، كل القوى السياسية يجب ان تشارك مرة اخرى في مناقشة كل القوانين قبل اصدارها وليس بعد اصدارها. وانا بقول اهوت اللي لن نسمح كشعب مصري مع الدكتور سمير غطاس ان يتم بيع اي اراضي، وانا بنبه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعشان الشعب يعرف القانون ده هيرجعنا تاني لقضية مدينتي وقضية عمر افندي وقضية المصرية الكويتية وقضية طنطا، كل الشركات اللي تم بيعها بالامر المباشر، وارض مدينتي وبالم هيلز وكل الاراضي اللي اتباعت بالتخصيص بثمن ببلاش. المصرية الكويتية اتباع المتر اللي فيها بشلن ب5 قروش، اتباع ب 1563 مليار جنيه، معاه ب5 مليون جنيه. احنا عايزين نعيد انتاج النظام السابق، عايزين نعيد انتاج نظام مبارك. اذا كان هذا القانون قد تم تمريره دون روية او تم في عجالة، لن نقبل بان يتم بيع متر واحد من اراضي مصر بدون مزاد علني. ان يتم التخصيص نشاط المقاولات، احنا مع نشاط المقاولات ان نرفع يعني نخفض سقف المقاولات التعاقد بالامر المباشر، علشان يمكن هم عايزين يدفعوا عجلة الانتاج شوية، لكن برضه عينينا هتبقى موجودة ومفتوحة تماما على اسعار المقاولات وعلى التعاقدات اللي هتتم، ويجب ان يتم. هو طبعا طبقا للقانون يا دكتور سمير على اول مجلس الشعب كل قرارات المراسيم بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية لابد من الرقابة الشعبية ضرورية ومراجعة القوانين، وعيوننا تبقى مفتوحة على كل الصفقات، صح. مش بعد ما تحصل وفي الليل يبيعوا، لا، من الان كل صفقة يجب ان تعرض ويجب ان تعرف، وده مهمة لو حصلت صفقة هنطعن فيها، وكل الشباب وكل المصريين كلهم يجب ان يشكلوا برلمان العام لعموم برلمان مصر، من كل مواطن يعتبر نفسه نائب، ودي اموالنا في الاخر، دي اموال الشعب المصري واموال الاجيال القادمة، وخاصة فيما يتعلق بالاراضي، لانه هذه الاراضي هي الرصيد الاستراتيجي للاجيال القادمة، لا يمكن التفريط فيها والسماح ببيعها بطرق غير قانونية او في الظلام والخفاء لإعادة إنتاج الفساد مرة أخرى أيا كان شكله. طب أنت حضرتك كان ليك عندك معلومات خاصة بالتصالحات اللي في مدينتي. نعم. وبعض إيه هي المعلومات ديت اللي كانت تمت مع هشام طلعت مصطفى بين جماعة الإخوان وبين هشام طلعت مصطفى؟ يعني بشكل عام هناك، لأنه هذه القضايا مطروحة على القضاء بشكل عام، الإخوان المسلمين اللي كل مرة كانوا بيخطبوا لنا ان النظام الفاسد وجماعة النظام الفاسد الى اخره، لقينا انه دول يعني المباحثات سواء داخل مصر او خارج مصر كلها كانت بتعقد مع رجال الاعمال السابقين على اختصام حصص معه، انه يتنازل عن حصص منه فيتم التصالح معه وتغلق الملفات القديمة على اساس انه يقدم تنازلات عن حصص منه. واحنا بنعرف انه الجماعة ده الجماعة طبعا، ده اي وطن يا استاذ حمدي، اي وطن، الاشخاص، عشان المواطنين تعرف، المواطنين يجب ان تعرف ان كلها صفقات شخصية. رأس مال هذه الجماعة، رأس مال الفلوس اللي بيشتغل فيها التنظيم الدولي 200 مليار دولار. 200 مليار دولار، وانا مسؤول عن اللي بقوله في اخ صديق لينا عنده مركز اقتصادي متخصص جودة، لديه ارقام موثقة حول البنوك، حول الاستثمارات في الخارج، في 62 مدرسة فاروق جودة طبعا، وهذه الارقام موجودة، مصالحهم هنا في الداخل، الوكالات اللي اخذوها مبالغ هائلة، مبالغ ضخمة جدا، الى جانب يا استاذ حمدي عايز اقول لك مثال بسيط، القرض او المنحة التي او تسميها اي حاجة اللي قطر قالت تدفعها، اللي هي 3 وشوية، يعني قرابة 4 مليار، الوحيدة ممنوع مناقشتها كانت في مجلس الشورى اللي كان بيرأسه احمد فهمي عديل محمد مرسي، بس دي ممنوع مناقشتها. ليه؟ طيب ليه بتناقش كل حاجة الا دي؟ الا اذا كنت انت بتبيع ولصالح جماعتك. بتبيع، قاعد يتريق يقول احنا هنبيع قناة السويس، محدش قال لك انك هتبيع قناة السويس نفسها، لكن طول الشريط هذا المحور الاساسي والخطير والامني يا سلام، من ايام العثمانيين كان الصراع على هذا المحور، الذي يمتلك هذا المحور يمتلك مصر ويمتلك اهم شريان ملاحي في العالم، فيقول لك احنا هنبيع قناة السويس. يا سيدي مش هتبيع قناة السويس بس، هتبيع كل هذا المحور
الاخطر والاهم في تاريخ مصر انك تفرط فيه لجهات اجنبيه، وخاصه القطريه اللي احنا بنعرف ان شركات صهيونيه داخله من جواها والشركات المالتي ناشونال الى اخره. هذه السياسه لم يعد من الممكن القبول بها مره اخرى. انك تقول لي هعمل منطقه، لازم نرجع تاني يا استاذ حمدي نقول على مناطق التجاره الحره اللي كانوا عايزين يعملوها. اذكر كل المواطنين انه محمد مرسي زار زيارته الاولى والحمد لله الاخيره لشقيقه في الاخوان المسلمين في السودان للبشير. طلع نائب الرئيس السوداني وقال ايه بقى؟ قال اتفقنا مع الرئيس المصري على عودة حلايب وشلاتين الى السيادة السودانية. اضطر الفريق رئيس الاركان المصري يسافر بنفسه الى السودان، وانا اعتقد انه من فوق راس الرئاسة، وابلغ السودانيين ان الحدود المصرية خط احمر ولا يمكن الاقتراب منها. طلع لنا بقى المرشد السابق عاكف الموجود في السجن دلوقتي، صاحب الكلمة المشهورة طز في مصر وطز في المصريين. قال لك مفيش حدود، احنا في الاخوان المسلمين لا نعترف بالحدود. الوطن لا قيمة له عند الاخوان المسلمين، لا يوجد شيء اسمه وطن، لا يحترموا العلم ولا النشيد ولا الوطن ولا الحدود. قال لا يوجد بالنسبة لنا، لا يوجد اهمية للحدود. طلع واحد تاني من الاخوان، اولا شالوا الخريطة، شالوا الحلايب وشلاتين بعدين قال لك ايه؟ قال لك لا دي سقطت سهوا، ما احنا لو غمضنا عينينا كانت مشيت الخريطة. طيب سقطت سهوا. بعدين عشان يعدلوا الحكاية قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا لا ده احنا هنعمل منطقة تجارة حرة في هذه المنطقة لفض التنازع على هذه المنطقة. بقت اراضينا محل تنازع. اذكر ايضا حضرتك والاخوة المشاهدين نفس النموذج اللي كانوا عايزين يعملوه في حلايب والشلاتين كانوا بيعملوه في غزة. كانوا هيعملوا منطقة تجارة حرة مساحتها قد ايه؟ 600 كيلو متر مربع. يا ريتني كنت جبت لك معايا في العربية تحت. المشروع الذي قدمه الجنرال جيورا ايلاند مستشار الامن القومي لشارون في 2005 قدمه للولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لتوسيع قطاع غزة على حساب سيناء المصرية. مساحة في نفس المنطقة بنفس الخريطة اللي قدمها الاسرائيليين. كان الاخوان المسلمين عايزين يعملوا منطقة تجارة حرة، طبعا هم ورفاقهم الاتراك والقطريين وجماعتهم من الناحية الثانية حماس هم اللي يديروا هذه المنطقة التجارة الحرة، ونوسع غزة على حساب سيناء. ومنح 175,000 جنسية للفلسطينيين. غير المشروع اللي تم ايقافه اللي كان عايز يجي يعمل عشان نعرف ازاي هذه الجماعة المجرمة كانت عايزة تبيع اصول مصر. كانوا عايزين يتفقوا مع شركة من الناحية الجنسية بس هي بريطانية من حيث الاسم، لكنها لحماس وللإخوان المسلمين من الناحية الثانية. الشركة دي كانت جاية تقيم 1,000,000 وحدة سكنية في سيناء يا أستاذ حمد. عدد 1,000,000 وحدة سكنية اسمها البيرق. ده عدد 1,060,000 اللي هم في الشمال والجنوب. 350,000 280,000 كلهم 350,000 يعني كل واحد يسكن في 3 شقق. يسكن المعيز في شقة وواحدة من زوجاته في شقة وسكن. 1,000,000 وحدة سكنية. ليه 1,000,000 وحدة سكنية دول؟ غير التجنيس عشان يجيبوا الفلسطينيين مش الفلسطينيين جماعة حماس. مين اللي كانوا بياخدوا جنسية؟ بالتنسيق مع الاخوة في حماس او فرع الاخوان المسلمين في حماس. كانوا بيفرطوا في اصول هذه الدولة. لم يعد من الممكن ولن يقبل المصريين التفريط في ذرة من تراب مصر، لان هذه رويت بدماء شهداء. سينا دي ما اتحررتش ببلاش، احنا دفعنا 100,000 شهيد في سينا عشان سينا تتحرر، غير الجرحى على مدار 3 حروب وعشان فلسطين من الاساس. وعشان فلسطين في الاساس. فما يتمش تقسيمها بين جماعات. يعني هي تبحث عن مصالحها الخاصة وتعمل للجماعة وليس للوطن، لانها لا تعترف بالاوطان ولا تعترف بالدول. طب نعود تاني لموضوع هشام طلعت مصطفى وقضية مدينتي، وهل تم التصالح او انت عرفت ان كان في اتجاه للتصالح بين جماعة؟ جزء من الصفقة انه ينتقل الى المستشفى ويقعد في المستشفى بدل ما يقعد في السجن، يقعد في مستشفى 5 نجوم. وده كانت الصفقة ماشية انه يقتسموا معه جزء من ده. عملوه على فكرة في منجم الدهب بتاع السكري برضه. وصلت الصفقة الى 40%. 40% بتدينا 40% وخلاص. للجماعة للجماعة ولا شيء ولا مليم دخل خزانة الدولة. كل كان بيقتسموه هذه الجماعة. حسن مالك وشركاء، السيد الشاطر واولاده وشركاء الى اخره. احنا شفنا محمد مرسي اللي راح لناصف سوية وقال له هات 5 مليار عشان نداري موضوع الضرائب المطلوبة على صفقة لافارج الفرنسية. تصور. طب نيجي للدستور بقى. لجنة ال50 والنظام الرئاسي البرلماني، ولا شايف ايه في الدستور الاول دلوقتي؟ طيب اولا في سؤال كبير يا استاذ حمدي يجب ان يحسم. هو دستور جديد ولا بنرقع دستور 2012؟
هم ماسكين العصايه من النص، بيقول لك لا احنا هنغير 174 ماده وبالتالي هيعتبر دستور جديد. لازم نفكر. طب لو صدر حكم النهارده انا طاعن تحديدا ببطلان الدستور القديم 12 يوم اهو ده، صح نعمل ايه؟ صح. فيبقى كل الجهد ده هدر للوقت ولا الطاقه، وبنرجع تاني لمربع صفر. احنا عايزين مصر تتقدم لقدام، مش عايزين كل ما مصر تتقدم قدام نشدها لورا. طب انت شايف ليه مصممين بقى على ترقيع الدستور؟ عشان الابتزاز اللي حصل، عشان جماعه النور وما لف لفهم. كويس. حزب النور، حزب النور وبعض الرموز الاخرى. على فكره الساده المشاهدين ولحضرتك، حزب النور كان بيرفض ان يقف نوابه في اثناء التحول القومي الوطني. انت حضرتك كنت نائب. كانوا بيرفضهم. انتوا عايزين تنتخبوا الناس دي اللي لا ولاء لهم للوطن ويقولوا النشيد الوطني ده حرام؟ وبعدين على فكره هم يدعوا ذلك. احنا شفنا علي ونيس وشفنا البلكيني وشفنا ولم يقفوا معنا في كل قضايا اللي هي تطبيق شرع الله، ولم يصدر عنهم ولا بيان يدين الارهاب ولا رفع الاعلام السوداء، رغم انهم يقول لك لا احنا اسلام وسطي وغير ومختلفين. لم يصدر. جمعه قندهار اللي اتعملت في التحرير اللي اترفعت فيها اعلام القاعده كلها لم يصدر لا عن النور ولا عن الاخوان المسلمين اي بيان. طيب انا كنت فيها والله في جامعه كندهار. انا الوحيد كنت قاعد عشان اشوفهم بيعملوا ايه في مجلس الشعب. في مجلس الشعب عندما يعزف النشيد الوطني ما يقفوش، في المؤتمرات العامه ما يقفوش، للعالم المصري في الخارج كمان ما يقفش العالم المصري. ده نائب عن ايه بقى؟ هل الدستور يعني لا وطن لها؟ هل الدستور يمكن ان يسمح مرة اخرى باهانة رموز الدولة، يعني اهانة الدولة ومواطنيها؟ لا، مفيش بلد في الدنيا كده. في مرة واحدة لما الزنوج احتجوا على فيتنام كانوا بيلبسوا كف اسود في ايده، ودي الفترة محدودة وانتهت القصة لظاهرها محدودة، لكنه ما يقدرش طول الوقت لا يحترم نشيده ولا يحترم علمه ولا يحترم رموز الدولة، لانه دي اهانة للدولة نفسها. هل يمكن السماح لنائب عن الشعب ان يهين الشعب والدولة؟ لا يمكن. هذا الدستور وبالتالي احنا لازم نحسم من الان قبل الدخول في المناقشه، هل هذا الدستور دستور جديد ام هو ترقيع للدستور القديم؟ دي قضيه اولى. القضيه الثانيه احنا ناخد القضيه المركزيه الاول. بين ضياء رشوان وبين سامح عاشور، ده بيقول دستور جديد وده بيقول لك لا ده القرار التشكيل هو تعديل في الدستور. طيب عندنا القضيه الثانيه، احنا عايزين دوله مدنيه حقيقيه ولا عايزين دوله كمان فيها نغض الطرف عن مره ثانيه عن انتاج الاحزاب الدينيه وكذا؟ واحنا قلنا ونؤكد ان احترام الاسلام في دولة مدنية هو اكثر بكثير من الدولة الدينية التي يدعي ويزعم البعض انه ممثل الشخصي والحصري والوحيد للاسلام. كيف يسمح المسلمين ولن يسمح مسلمي مصر بانه في واحد يدعي انه الممثل الحصري للاسلام وياخذ الاسلام في ايده ويتكلم باسم النيابة عن الله عز وجل؟ لا يسمح مسلمي مصر بهذه المسألة. تصدقني لو قلت لك ان انا مقتنع ان ممكن يكون حزب المصريين الاحرار حريص على الاسلام اكتر من حزب النور. طبعا البابا شنودة اللي قال البابا شنودة قال ضرب الكنائس وخلى الناس تصوم من 26 يوم. بابا تودروس ده البابا تودروس والبابا شنودة اللي شارك. يعني انا هقول لحضرتك في مرة من المرات كان البابا شنودة في الولايات المتحدة الامريكية، وطلعوا بعض الغلاة المتطرفين من الاخباط المهجر دول وقالوا احنا عايزين مناطق لينا تبقى في الصعيد، وكان متكئ على عصاته، وده مسجل بالفيديو بالمناسبة. فعملوا كده وقالوا لما اروح اسكندرية اخد فيزا عشان اروح اسكندرية ولا ايه الهزل ده؟ مصر ساكنة. البابا تودروس قال اول امبارح الله يرعى بيده كل دول العالم، لكن مصر في قلبه، في قلب الله. اعزاز الدولة واعزاز مصر ده واجب كل المصريين، لكن لن نسمح في مصر ان يتحدث احد باسم الدين وياخد الدين حصريا له. الدولة المدنية الحديثة هي الدولة التي تحافظ على الدين وترعاه من استغلال الدين ومن مستغل الدين ومن تجار الدين اللي احنا شفناهم، امثال الحكيمي وامثال محمد مرسي. انا اولادي كلهم ازهريين وخريج ازهر. يعني بنتي ياسمين الدكتوره ياسمين خريجه طب ازهر، احمد ابن طب ازهر، احمد ابن يوم ما اعتدوا الاخوان على الكاتدرائيه اصيب هناك وهو بيدافع عن الكاتدرائيه جوه. هو عبر يعني الذين استشهدوا في سيناء كانت القنبله بتفرق بين المسلمين. دي مسائل تزرع اصل يا استاذ حمدي لازم يعرف المصريين ان بدايه تقسيم المصريين هي الدخول مدخل لتقسيم مصر. لما انا اقسم المصريين الاول الى مسيحيين ومسلمين، بعدين ادخل على المسلمين اقول سنه وشيعه، بعدين ادخل على السنه اقول جماعه اهل الكتاب والسنه وغير الجماعه اهل الكتاب والسنه، وبعدين اميز شيعه
ادخل في تقسيم ده اللي بيؤدي الى تقسيم الاوطان وبيعها، وده اللي حصل في العراق وده اللي حصل. طب معلش تليفون استاذ محمد مين؟ الو استاذ محمد. الو استاذ محمد البدوي، فقدنا الاتصال. طيب هنيجي لتشكيل يعني في قضيه ثانيه هي تشكيل لجنه ال50. في البعض بيخلط بين التمثيل العددي والتمثيل السياسي، فيقول لك ايه المراه مش ممثله بعدد كفايه. هو احنا هنجيب المجتمع نقول ان نسبه المراه 50%، فنعمل لجنه ال50 مثلا 50% بالنسبه العدديه، العمال والفلاحين 50%، فنجيب 50% عمال وفلاحين، الشباب نسبتهم 50% في المجتمع، فنجيب 50% من العمال. ده تمثيل سياسي. يجب ان تتسع هذه الجمعيه اللي هي جمعيه تاسيسيه لصياغه دستور جديد، وانا اصر على دستور جديد لممثلين عن كل التيارات السياسيه والقوى والكتل السكانيه المصريه. دول لو واحد بس، طب ما الاستاذ حسين عبد الرازق بيمثل كل اليسار، لازم نجيب بقى نقول اليسار نسبته قد ايه في المجتمع وبحجم نسبته يمثل في 50. مش ده الدستور التوافقي يتطلب الدساتير بتتعمل يا استاذ حمدي في العالم كله تتحمل اقليات مش الاغلبيه. الدستور لا يعكس الحجوم، ولكن يعكس الراحه لكل ابناء المجتمع. انا لو تصورت مثلا انه في اغلبيه في فتره من الفترات في بلد من البلدان الاوروبيه مثلا لليمين الفرنسي مثلا ايام ساركوزي، هل يعمل دستور بقى يعكس لاغلبيه اليمين، فلما يجي اليسار يلغي هذا الدستور ويعمل دستور تاني يمثل الاغلبيه؟ الدستور دساتير توضع لمئات السنين، وبالتالي لا تعكس الحجوم، لكن تعكس التوافق المجتمعي. وبالتالي بس الجماعه اللي بيقعد يقول لك ايه تمثيل الاطفال الصغيرين يعني ما بيقولوش هتجيبوا الطفل ازاي يعني. ومع ذلك لنا ملاحظات مهمه. مثلا بيقول لك التيار الاسلامي غير ممثل بقوه، وهذا كذب، لانه في موجود النور، وفي موجود عندنا دكتور محترم كمال الغلباوي، عندنا الازهر الشريف، والازهر الشريف يمثل ايه؟ ولازم نقول التيار الاسلامي السياسي. طيب بتوع النقابات ممثلي النقابات كلهم اخوان، ما اخوان بتاع نقابه المهندسين الصيادله الاطباء، ما دول الاخوان بيمثلوا مين؟ كلهم اخوان، ما دول بيمثلوا الاخوان المسلمين. هو مش اخوان اللي مختاروا الاخوان، اختاروا واحد اخوان، وبالتالي فالتمثيل ماجد خلوصي مختار واحد اخوان، ولو واحد موجود بيدافع عنهم بيقدم وجهه النظر، ولكن هم ممثلين عدديا. لان النور بيقول لك امبارح احنا ما زلنا متحفظين على تمثيل الاسلاميين. اي اسلاميين؟ هو الازهر مش اسلامي لما في 3 ممثلين للازهر؟ وانا احيي من هنا شيخ الازهر الذي اختار في الاحتياطي امراه عشان يعطي درسا للاسلاميين ان الاسلام لا يميز من حيث الجنس بين امراه ورجل. لاول مره شيخ الازهر يعطي درسا لهؤلاء الذين يتاجرون بالاسلام انه اختار امراه في الاحتياط، واختار مدني ايضا غير معمم في هذه اللجنه. وكنت اتمنى ايضا على البابا تودروس ان يختار مدني في الاستاذ ناصر سعد، استاذ رسمي سعد من مصر الجديده. الو. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمد، ازي صحتك؟ انا استاذ رسمي، ازيك؟ طبعا الواحد سعيد جدا ان سعادتك بتقدم البرنامج دوت، وبرنامج حقيقي برضه ما حدش كان عارفها، او كان عارفها بيستفيد اكتر، وده كل المصلحه في بلدنا. ربنا يخليك. الله يكرمك يا محمد. طبعا الناس المناضلين الواحد عارفه قصتك بتعمل ايه وبتناضل عشان خاطر بلدنا. ربنا يكرمك ويجيب من امثالك ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ راسم. الله يخليك. طبعا الاستاذ سمير مرقص، مش سمير مرقص ولا لا سمير غطاس. يعني الراجل ده انا كل ما بسمع له بحس ان مصر فيها خير. الله يخليك. فعلا المساندات، والواحد فعلا بيتشوق ان يسمع اكتر، يعرف ان قد ايه مصر كانت رايحه بعيد. مصر مش كانت متقسمه، مصر كانت متجزاه، كانت متفروله بمعنى اصح. منهم الجزاء اللي كانوا فعلا هيودونا في داهيه. الحمد لله. الحقائق اللي بيقولها لنا حقيقي مهمه جدا جدا، ولازم ناخد بالنا من كل حاجه. وانا بستاذنك يا استاذ حمدي بعد اذنك، الحاجات الداخليه بتاعتنا اللي هي مثلا معلش مع احترام لاي حاجه بالنسبه لساعه مصطفى او مدينتي او ده المطبخ بتاعنا نحله. احنا عايزين المطبخ الكبير اللي هو ارضنا، حدود سيناء وشلاتين وحماس، ده كله عايزين نركز عليه اكتر. عايز سعادتك صح. هو في النهايه اراضينا حتى اللي موجوده ما راحتش بره. المشكله في الكلى هيجوها اصلا.
لحضرتك انا بموت كمدا من اللي بشوفه من حماس. بالامانه حرام. او انا بعد اذن سعادتك انا بقول لحضرتك دلوقتي يا ريت باسمي انا وباسم كل مصري سحب الجنسيه المصريه من كل اخواني حاول ان هو يخرب البلد ويبيع البلد، وده من حقنا. لا هي ما تنفعش يا استاذ محمد. من كل اخواني لانه بيبيع البلد. طيب على مصر زي ما قال سعادته الاستاذ حضرتك الراجل المحترم، ولا حتى بيقول مصر، حتى كلمه مصر ولا يبقى فيش انتماء، يبقى واحد فيش انتماء. يا جماعه اسحب جنسيته وده من حقي، ارميه بره ما يجيليش، ما فيش جنسيه، مع السلامه، لان دول خربوا البلد والله العظيم. وصلت الفكره يا استاذ الله يخليك. انا بستاذن سعادتك فعلا لان انا وصلت الفكره يا استاذ رسمي. يعني مع كل الاحترام لانفعال بعض الاخوه المشاهدين، لكن انا شخصيا يعني لا أؤيد أي إجراء، ولا حتى مش بس سحب أنا ضد طبعا سحب الجنسية، لأن لا تسحب الجنسية إلا في قضية الخيانة العظمى فقط لا غير. لا وده جنسيتين يا أستاذ سمير. طبعا يعني أنا رفعت قضية بسحب الجنسية من القرضاوي لأنه عنده جنسية قطرية. إنما ده لو سحبنا الجنسية نوديه فين؟ صحيح. لا في الشارع. وأنا ضد الإجراءات الاستثنائية يا أستاذ حمدي. القانون فيه متسع لكل شيء، يطبق القانون بحذافيره ووفقا للقواعد ومحاكمة عادلة وقضاء عادل وقدام قضية شرعي، لأن احنا عايزين نؤسس لدولة ديمقراطية حقيقية فيها سيادة قانون وفيها مساواة في المواطنة، ولا يكون فيها أي إجراءات استثنائية. الإجراءات الاستثنائية تعود مرة أخرى، من يحكم بالمقصلة ينتهي بالمقصلة. عايزين نؤسس لهذه الثورة العظيمة التي لم يشهدها التاريخ واللي خرج فيها 30 مليون. لازم يبقى المردود ليها هو من الآن. كل خطوة بنعملها، كل حجر بنعمله الآن هو لتأسيس، مش لترقيع أو نعمل مرحلة انتقالية. يقول لك حكومة انتقالية، لا مش حكومة انتقالية، دي حكومة تؤسس للمستقبل، وبالتالي كل إجراء يؤخذ الآن يحسب للمستقبل ويجب أن يكون للمستقبل، عشان ما تجيش حكومة جديدة تقف في الهواء. من الآن كل إجراء يتخذ يبقى في إطار التأسيس للمستقبل. عشان كده لازم الآن بدل ما ننشغل مش بس بأسماء المرشحين، يجب أن ننشغل بمين عنده رؤية تنقلنا. أنا صرخت في كل الفضائيات وأعود أيضا مرة أخرى لأقول كفى لمصر أن تبقى عيب أصلا من المعيب أن تبقى مصر معلمة الحضارة الإنسانية كلها 50 سنة دولة نامية. حرام يا أستاذ، أنت حضرتك بتعرف وكل المشاهدين بيعرفوا أن أغلب الدول المتقدمة الآن كانت متخلفة عننا. فين كوريا كانت ورانا في الستينات؟ احنا والهند عملنا الطائرة نمرة 6 في العالم الأسرع من الصوت، ايه 30. طيب اليابان في سنة 19 كانت معانا، كل العالم كان معانا واحنا ماشيين مع بعض، كله بيتقدم واحنا ما نزال نراوح في دائرة الدول النامية. عيب، لم يعد من اللائق ولا المقبول بعد ثورة خرج فيها 30 مليون مواطن أن تبقى مصر تعيد إنتاج مرة تانية الدولة النامية. الدولة النامية إنه حسننا شوية، لا لم يعد من المقبول. إنه إحنا لازم نحط هدف استراتيجي إن إحنا مش عيب يبقى فيه 20 دولة متقدمة تجتمع في قبل أسبوع في روسيا الاتحادية ومصر مش فيها. يجب أن نضع هدفا أمامنا، مشروعا قوميا كبيرا، إنه مصر في حدود 20 دولة المتقدمة. عيب تكون مجموعة 20 فيها. عيب إن إحنا نرجع تاني نقول أهو المرور اتحسن شوية أو ما بقاش في أزمة بنزين. لا، احنا لازم نحط هدف قومي، لازم نصل لكوريا تاني اللي كنا طالبين معاها. احنا لازم في غضون، نقول في غضون كام سنه الدخل القومي. والدخل القومي مش عيب يا استاذ حمدي انه دوله زي اسرائيل الحد المتوسط الدخل فيها للمواطن 24,000 دولار، ومصر المتوسط فيها لا يتجاوز 1400 دولار في السنه. مش عيب نحط هدف قومي ان احنا نعمل 10,000 دولار في كام سنه الحد الادنى. احنا عندنا كل الامكانيات اكتر، العقول والامكانيات والارض والخامات والمواد والبترول، كل ده والذهب. ايه اللي بيخلي مصر متخلفه؟ عيب، لازم يبقى فيه مشروع قومي ينقل مصر من اعاده تدوير ما يسمى بالدول الناميه. ونتبسط قوي ان احنا والله البنزين بقى احسن شويه، الكهرباء بقت بتيجي ما بتتقطعش. لا، المصريين لن يقبلوا بعد اليوم بعد 30/6 ان احنا نراوح مره اخرى
فيما يسمى بالدول النامية. يجب ان نحجز لنا مقعدا في الدول ال20 المتقدمة خلال 5 سنين اللي جاية مثلا على الاكثر. يبقى في خطة واضحة انه في السنة الاولى هنعدل ايه المعدلات، في السنة الثانية هنعمل ايه معدلات باتجاه هدف واضح ومرئي. مش في السنة الاولى بس يا استاذ سمير، ده السنة الاولى، طب ال6 شهور، طب الشهر، طب الاسبوع. نعم نجدد هذه الخطة في رقابة شهرية تحشد القوة. 30 مليون اللي طلعوا دول مش يروحوا يقعدوا في بيوتهم، دول ينخرطوا في مشروع قومي ويبدأ بالتعليم من تحت. مش كل وزير تعليم يجي يقول لي نلغي 6 ابتدائي ولا نلغي 3 ثانوي ولا نلغي. ده ترقيع، ده ترقيع. لن نقبل الا بثورة حقيقية في التعليم، لان هي مدخل تعليم وبحث علمي. التعليم، منهج التعليم يا استاذ حمدي اللي بيحصل دلوقتي في مصر هو اللي بيطلع الاخوانجي. ليه؟ لانه بيعلموا التلقين من الاول، بيعلموا يحفظ شرشر نط تحت البط. ده بيعلموا التلقين وما بيعلموش يفكر. في كل العالم الان الطفل الولد في الكي جي 1 في اي بلد في العالم بيقول له فك وركب، انقد، قول كذا، فبيخلق عقل مبدع من الاول من هو صغير. اما احنا عندنا بيحفظ من كي جي 1 لغايه لما يتخرج من الجامعه الملزمه، يحفظ الملزمه ويجي يكرها. نماذج الاسئله، نماذج الاسئله مبدع. وبالعكس ده بيتحول الى، انا اسف في التعبير بس، الى حظيره فيها ملايين الخراف، وهذا ما لا يمكن ان نقبله في مصر. استاذ ميمي من اسيوط. استاذ ميمي من اسوان. ازي حضرتك يا باشمهندس محمد؟ اهلا استاذ ميمي، اهلا وسهلا يا فندم. برمسي على استاذ سمير. اهلا وسهلا يا فندم. والله يا فندم احنا بنتكلم بالنسبه لسحب الجنسيه من الناس اللي بتخرج دي. لا احنا مش عايزين سحب الجنسيه، احنا عايزين عقوبه. لا وضح الصوت شويه يا استاذ ميمي. نعم يا فندم. علي صوتك شويه. بقول لحضرتك احنا بالنسبه للاخ المتصل قال سحب الجنسيه من الاخوه اللي بيخرج في البلد يعني. لا احنا عايزين عقوبه يا فندم، مش عايزين سحب الجنسيه. احنا عايزين عقوبه عشان يبقوا عبره. كلامك صح. عايزين عقوبه يا فندم عشان يبقوا عبره لغيرهم. مظبوط كده. هو الاستاذ رسمي قال من الاندفاع هو يعتقد ان سحب الجنسيه اكثر عقوبه من المعاقبه الجنائيه يعني. ما زي ما قلت حضرتك يا فندم، يعني حضرتك قلت هنسحب الجنسيه هنوديهم فين؟ صح. ما هو لو في عقوبه يا فندم شديده سحب الجنسيه مخالف اصلا للشرائع الاسلاميه. اللي بعديه مش هيعمل حاجه ثانيه. صحيح. لا هو يحاكموا القانون الجنائي عندنا. يبقى في قانون شديد. نعم تمام. وصلت فكره يا استاذ بينا، وصلت. وشكرا يا باشمهندس محمد. شكرا. ربنا يخليك يا فندم. استاذ سمير انت كنت اتكلمت عن نظام، عايزين نعرف نظام مرسي خدم اسرائيل ازاي؟ لا ده خدم اسرائيل كما لم يخدمها احد. ازاي؟ هقول بسرعه. نمره واحد انه طبعا يعني في دعايتهم الاولى قبل ما يوصلوا للحكم كانوا بيستغلوا شبابهم ويحاولوا يجندوا جمهور انه ضد اسرائيل، ويتكلموا عن كامب ديفيد واتفاقيه العار ده شعار ياسر عرفات، هم سرقوه من ياسر عرفات. المهم قبل ان يصلوا الى السلطه، بس انا عايز افتح قوس قليل بس بسرعه كده عشان الناس تفتكر انه علاقه الاخوان المسلمين بالامريكان جديده. انا اثبت انه السكرتير الخاص لحسن البنا محمود اسمه دلوقتي اتذكر اسمه، كتب كتاب اسمه ايامي مع الامام الشهيد، صدر في سنة 93 عن دار عين شمس. في هذا الكتاب هو بين قوسين بيقول، يعني انا باخد تنصيص منه، بيقول انه حسن البنا زار القائم بالاعمال في السفارة الامريكية وعرض عليه خدماته، وقال انه بالفعل حصل يعني قدم خدمات. ثم سنة 34 قابل تاني القائم بالاعمال، وقلت انه من المفارقات الغريبة انه كتب اسمه، قال اسمه باترسون، وقلت غريبة جدا من حسن البنا باترسون في سنة 34 لمورسي باترسون في 2012 2013. وبالتالي فالعلاقة مع الامريكان علاقة قديمة، هذه الجماعة كما نعرف جميعا نشأت في اكناف او في حضن الاحتلال البريطاني، وفتحت خط كمان مع الولايات المتحدة الامريكية. طيب لما جم يوصلوا للحكم، اول حاجة المفاوضات اللي اجراها معاهم جون ماكين هنا قال لهم ايه في الاول؟ موقفكم ايه من اسرائيل؟ فاذا بيسالوا قبل ما يطلعوا، قبل اعلان النتيجه ولا قبل تماما من 2005. وثروت القرباوي في كتابه مثبت ده، وسعد الدين ابراهيم حي، انا ما بستشهدش بحد ميت ولا سعد الدين ابراهيم قال قدام الناس كلها، جولي في السجن وقالوا لي عايزين نفتح خط مع الامريكان،
فخدوهم وودتهم للامريكان، وهو اللي ودى السلفيين بعد كده، وسعد الدين ابراهيم حي يرزق ما يزال. طيب سعد الدين ابراهيم قال، وهم اعترفوا انه في المفاوضات سالوهم الامريكان الاول، لانه الامريكان ليهم مصلحتين استراتيجيتين في المنطقه، الباقي كله ممكن ناخد وندي فيه، امن اسرائيل والبترول. طيب صح. فيما يتعلق باسرائيل قالوا لهم ايه موقفكم من اسرائيل؟ قالوا ايه؟ قالوا ايه موقفكم من كامب ديفيد؟ قالوا نوافق. قالوا لهم علنا، مش تقول لي بيني وبينك كده. فاول حاجه اللي كانوا بيهاجموا كامب ديفيد دول طلعوا علنا، طلبوا منهم الادلاء علنا بتصريحات، فكلهم ادلوا علنا بتصريحات. دي نمره واحد. نمره اتنين، هم اقرب الى حماس، لانه حماس فرع بحكم الدستور بتاعها، الميثاق القومي بتاعها بتقول فيه نحن فرع من فروع الاخوان المسلمين. ولو حضرتك عايز ابعت لك الفيديو بتاعهم وهم بيقسموا، الشيخ دخان وهو بيقسم قسم الولاء والطاعه والجهاد للاخوان المسلمين، ومفيش سيره فلسطين. هبقى ابعته لحضرتك عشان تعرف. لا ببعته لحضرتك عشان تعرف. مهم قوي. طيب هذا هم الاخوان المسلمين اقرب التنظيم هنا، لانه دول فرع، فدول اللي يقدروا يحطوهم في الحظيره، يدخلوهم في الحظيره. طيب جت اسرائيل عملت في 15/11 العدوان على قطاع غزه. سحب السيد مرسي السفير، وهللوا الاخوان المسلمين انه سحب السفير. طب ما كان عندنا سفير قعد 2 ما في مصر ما راحش، يعني سحب السفير المصري جرى 3 مرات ايام مبارك، فده مش حادثه يعني مش حاجه يعني انفرد بيها السيد مرسي. الخطير اللي عمله مرسي ايه بقى؟ لاول مره يا استاذ حمدي، والناس بس تسمعني كويس، لاول مره اتفاقيه التهدئه اللي عملها، وهنا كان خالد مشعل وهو رئيس المكتب السياسي لحماس، في ظل الاخوان المسلمين لاول مره تسقط حماس اصطلاح او مصطلح المقاومه. قالوا ايه بقى في البند الثاني؟ يوقف الجانب الفلسطيني اعماله العدائيه ضد اسرائيل، فما بقاش في مقاومه. اللي بيتاجروا علينا طول النهار يقول لك مقاومه مقاومه، زي تجار الدين، هناك في تجار مقاومه ودين. فقالوا اعترفوا نصا يوقف الجانب الفلسطيني اعماله العدائيه ضد اسرائيل، فاي حاجه بيعملوها ضد اسرائيل دلوقتي تبقى اعمال عدائيه توجب اسرائيل ده تعاقبها عليها. طيب تضرب عليها المقاومه والاخر انها اعمال عدائيه. لا الاخطر من ذلك ايه بقى؟ ليست اعمال مشروعه. تضمن مصر هذا الاتفاق، يعني تضمن مصر الا يقوم الفلسطينيين باعمال عدائيه ضد اسرائيل، باعمال مقاومه. دي نمره واحد. ومنذ طول حكم السيد محمد مرسي افندي لم يخدش عسكري اسرائيلي واحد لمده لا مواطن ولا عسكري. سنه نعمت فيها اسرائيل بالسلم والامن. حماس رصاصه واحده بعد ولا بالعكس اعتقلت كل من يحاول. والشيخ البرهامي اهو سمعني دلوقتي نزل الى غزه ليتوسط لدى اسماعيل هنيه للافراج عن جماعات سلفيه حاولت ترمي صواريخ على اسرائيل. اعتقلتهم حماس وضربتهم بالجزمه وحبستهم في السجون، وما يزال بعضهم في السجون. طيب دي نمره واحد. نمره اثنين، طب بسرعه عشان فاضل 5 دقائق. اشاد كل الاسرائيليين، كل القياده الاسرائيليه اشادوا بالسيد محمد مرسي. الاخطر من ذلك انه في صحفي اسرائيلي محلل عسكري اسمه تسيدي برئيل طلع على القناه العشرة الاسرائيليه وكتب في جريده هارتس، قال دهشنا فوجئنا بأن يقبل محمد مرسي ما لم يكن يقبله حسني مبارك. بإيه؟ وضع مجسات أجهزة تنصت وتجسس على طول الحدود المصرية الإسرائيلية. وأنا طلعت قلت ده راجل كذاب وأنا مش مصدقه. بس حد من الرئاسة يطلع يكذبه. من طول فترة حكم مرسي لم أحد يكذبه. الأخطر من ذلك أنه كان في مشروع اللي حكينا عنه بتاع توسيع قطاع غزة على حساب سيناء 600 كيلومتر مربع، وتوطين الفلسطينيين وتجنيسهم وتوسيع قطاع غزة وفصل قطاع غزة نهائيا عن الضفة الغربية. فأضرب مشروع الدولة الفلسطينية. أضرب مشروع الدولة الفلسطينية. خلاص هقول دولة فلسطينية ليه؟ اللي هيتبقى من الضفة الغربية مفيش خلاص، دي تلحق على مصر، تترمي على مصر. وده مشروع قديم متجدد. واحد اسمه يوشع بن آري استاذ وبروفيسور الجغرافيا هناك، والراجل اللي احنا جيورا ايلاند اللي حكينا عنه، وحتى ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة قالت لشارون اذا هنفك الارتباط بغزة ارميه على مصر، ما مصر تاخده وتبقى هي المسؤولة عنه. الاخوان المسلمين كانوا سيحققوا هذا المشروع، وبالتالي اذكر حضرتك المرشد قال والله ده ينفع رئيس وزراء لمصر، واحنا قلنا هو مواصفاته ايه. بسرعة يا استاذ حمدي، دول كانوا بيبيعوا مصر، بيفرطوا في الدولة المصرية لصالح ان يبقوا في الحكم. وانا بذكر المصريين انه
طلع علينا السيد مرسي وقال انه نتائج مشروع النهضة اللي طلع وهمي في الاخر قال ستظهر بعد 25 سنة، يعني هو قاعد ل 25 سنة وقاعد لاكثر من 25 سنة. كان ذلك لا قدر الله يمكن ان يحدث 500 سنة مش اذا لم تنفجر ثورة المصريين في 30/6 ويساندها الجيش، لانه كانوا هيفككوا الجيش ويخترقوا الشرطة ويفككوا القضاء ويحكموا قبضتهم على الدولة. بعد كده قول بقى ديمقراطية، قول انتخابات، قول زي ما انت تقول، هم قاعدين. اذكر المصريين بانه رفيقهم او اخوهم في الاخوان المسلمين في السودان الذي باع نصف السودان في نص السودان عشان يقعد بقاله 26 سنة قاعد. هو ده مشروع الاخوان المسلمين، التفريط في نص مصر او في اجزاء من مصر مقابل انه حكم الاخوان المسلمين يبقى في المنطقة، وهم عملاء للامريكان منذ اليوم الاول الى يومنا هذا. هم بيستخدموا الديمقراطية يا استاذ سمير كورقة كلينكس بس، كلينكس مرة واحدة وخلاص. وصل حماس، وصل الديمقراطية في وصل بانتخابات ديمقراطية فعلا بشكل بشكرك يا استاذ سمير، دكتور سمير، وشرفتنا. بشكركم اعزائي المشاهدين، نلتقي ان شاء الله يوم الاثنين القادم في الحلقة القادمة.